عشرت اهله خليتهم يحبوني، وهو ما كانش هيتجوزني خالص وانا خليته يحبني. كابل النهارده في المتزوجون كابل غامض. انا عن نفسي بحبهم جدا، بس مفيش اسرار كتيره ليهم طالعه على السوشيال ميديا، فانا حبيت استضيفهم في البودكاست بتاعي. اسفه طبعا جدا. علشان نريفيل بقى اسرار سوا ونقول حاجات جديده عنهم الناس ممكن ما تعرفهاش قوي. رحبوا معايا يا جماعه بحسام ويارا. هلو. يا جماعه ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بعتذر جدا اني خدت مكان حسام. لا يا ست انا الكل، اسفه جدا يا انسب حسام. انسب حد في بس هو المكان كان والله. باين النية من المرة اللي فاتت ايوه لما جيت صح قفلت الحلقة صح كده. صح. قولوا لي بقى ندخل في الموضوع على طول. يلا. حياتكم فيها أسرار أنا شخصيا عندي فضول إن أنا أعرفها حقيقي. مبدئيا أنا من متابعين حسام من زمان قوي، من أيام صورة الجمل اللي كان يا بيتحط لك في لهوي ده الصورة من دي. زمان قوي فعلا. والله بجد. ايوه. ويارا انتي جديده كده زي حالاتي حبايب تقريبا على صحاب. جديده على السوشيال ميديا، بس ما شاء الله كاريزما وحضور وصوت. شكرا. صوتك بيعجبني جدا في شفتي الفلوس. بقول لك ايه؟ ده حقيقي على صوتك طول بقول في لها صوتك الفويس حلو اوفر. والفويس اوفر جدا. وغني مش عارف ايه. بتغني كمان، كانت بتدندن من شويه، احنا مش عايزين طقطوقه كده يا فنان. خالص. قولوا لي انتوا الاتنين اتعرفتوا على بعض ازاي؟ بص مبدئيا مش هتكلم خالص في الحلقه دي، يا اللي هتعمل كل حاجه. لا معلش اتكلم انت، عايز اشوفك هتقول ايه. هقول هيبقى دم تقيل، مش هحكيها بتفاصيلها. يارا هتقولك هي كانت لابسه ايه والساعه كام وكنا فين. انا هقولك اللي احنا اتقابلنا خلاص بس. انا هقولك. تيبيكال ست. بصي يا ستي، انا بتابع حسام من 2000 هي صورة الجمل كانت امتى؟ 2014 انت. انا بقى متابعه من قبلها، لان انا كنت ساكنه جنبه هو كان ساكن في ولايه، انا كنت ساكنه في ارض اللواء، فكنت اعرف دايما في ولد شاطر قوي معاه كاميرا وشغال في سايبر اسمه انتيكا من قبل صورة الجمل اصلا. فكنت شغال في بسمع سايبر. عنه. مش عايز نقول كده. هو لو شاطر مش هشتغل، لا عادي عادي. لا في البدايات لا عادي طبعا. بقى. ازاي لا بقى؟ حسام كان بجد كان اسمه واصل لي يعني ما من شاء ناس الله. صحابي. بعد كده بقى شفت صورة الجمل، بقيت اتابعه، اكتب له كومنتات على طول، يعمل ايفنت في اماكن اروحها، يعمل اي حاجه كان بيعملها كنت بروح. كنت كانت بقى بتجيلي كشري ابو طارق. كنت بروح. رحت له كشري ابو طارق بصراحه، رحت له ايفنتات كتير اتصور معاك بقى وتسلمي وبتاع ولا ما بصي في كنتيش؟ الايفنتات في الصور الجماعيه كنت بتصور معاه، لكن ما كنتش بروح اقول له اتصور معاك. يعني ما كانش عندي اصلا الفكره دي، ما كنتش يعني مش في دماغي انا ممكن اتصور معاه، بس يا ريتني اتصورت معاه، كان زماني حطيت الصوره دلوقتي. كانت تقول لك بقى بدأنا من هنا وانتهينا هنا. كان هيبقى عندها حق بصراحه، بس كنت بقول لك 2014. حرفيا انا كنت لسه في ثانوي او في اعدادي. فبعد كده بقى بقيت اشوفه في الشارع كتير، قبله حسام ازيك عامل ايه، فاكرني انا يارا؟ يقول لي ما افتكرش حد، بس بيقول لي فاكرك طبعا. واسلم عليه ماشي. مره بقى كان في زحمه، واقف في اشاره في زحمه يوم ماتش، وانا بعدي الطريق لقيته في العربيه هو والتيم بتاعه، رحت داخله من الشباك حسام ازيك، انا يارا اللي مش معايا قابلتني. فكه. اوعي. انا يارا هي اللي اصلا هو يعني بجد مش فاكرني. كانت دخلتها اصلا غريبة. انا راكب معايا بتاع 8 ايام ما كان معايا العربية القديمة. اوكي. 8 جايين من اوردر والدنيا زحمة ومش طايقين بعض، وانا شفته وفي بقى شخص اصلا جاي كده، انا شايفها جاية عليا، فانا مش عارف انا مع كنت واحدة بيك فان بصراحه. مدخلة دماغها جوه. كنت بيك فان بصراحه. ازيك انا كذا بعمل كذا. بس كل ده ما والله انا كنتش ما بحبه. بشحن، انا بس عايزه اسلم على حضرتك. بس انا ما كنتش بحبه يعني، كنت بيك فان، بحب التصوير قوي، وكان نفسي اشتغل معاه بقى. وحسام ده جامد جدا. المهم بعد كده كان منزل بوست ان هو بيدور على حد يشتغل معاه اسيستنت وبتاع، قلت بس دي حياتي وده كاريري وهو ده اللي انا هشتغله. قعدت تحايل عليا. ما تقفرش طب بقى. والله لا، ما كلمتني باللي انت 3 بتقوليه مرات. طبيعي ان انت كنت لا ما بتتحايلي، كنتش هنصدق عادي ان انت كنت لا بتتحايلي هقول عليه. لك انا كنت بتحايل عليه في ايه. كنت بتحايل عليه ان انا والنبي شغلني، كنت أوكي. بتحايل عليه ان هو اداني ميعاد وما بيقابلنيش. يا حسام هنشتغل ولا ايوه لا؟ انت اخش منهم؟ اكلمه فكست تاني. لها 3 مواعيد. انت منهم؟ في بزن عليه ايه؟ في المواعيد. بتعشم الشباب الصغير كده الطموح. لا بجد وفي كنت الاخر ما بصي تروحش. كنت هقول في لك على حاجه. ثانوي انا وخلاص دايما هشتغل وانا في ثالثه ثانوي، انت متخيله؟ ايوه ما دخلتش طبعا، الجامعه بس منتهى انا وبتاع. الطموح. هفهمك حاجه. انا دايما انا كنت ساعتها كنت متجوز اصلا، اوكي. فاهمه؟ فانا بالنسبه لي انا دايما عندي المشكله دي، اشغل واحد عندي بيك فان بيا دي مصيبه. لما هتعمل اتجوزت لي بقى شفت كده. تبنتينا بقى، فاهمه؟ صح. كل شويه تيجي
انا عايز انزل معاك. انا بقى الفانز كده يعني لما باجي اعمل الشغف انترفيو، الاوفر ده لما اللي باجي هو اعمل انترفيو اللزقه وبتاع. والاقي الجاي يقعد، البنت اللي جايه تقعد معايا، انتوا جايه هنا بقى حاسه ايه؟ انا مش حاسه حاجه، انا عايزه بس اقعد معاكم، وانا عايز هي اقعد عاجبها معاك. الفايبس وكده، اه فعايزه وعايز اقعد تشتغل في معاك، وانا المكان ده. نفسي اشتغل معاك يا انتيكا. مش هتاخد الموضوع بروفيشنال. فانا لا نفسك خالص. تشتغلي مع انتيكا، ولا انت صح عندك حاجات عايزه فكان تعمليها بيفكس لي تحققي بقى. احلامك صح. وبتاع؟ فكان بيفكس لي بقى عشان الراجل السبب عنده ده. وجهة نظر ظلمناه. وبصراحه ما كانش ينفع اشتغل معاه خالص. هي اوكي. دلوقتي عارفه بقى لما بيجي مست... واحده مثلا من الفانز واحده بنشتغل مع بنفس بعض سوا، شخصيتي. لا بنشتغل مع بعض سوا مستحيل. في حاجات بسيطه بتعمل مشاكل. اوكي. مستحيل. بس ده حقيقي، هو اه فعلا لا هو كان عنده وجهه بيبقى نظر. وجهة النظر ساعتها مش كشغل قد ما هي امم هشوفك كل يوم بقى واتكلم معاكي واعرف خصوصا عنك اللي هي اصلا مش ولا مصوره ولا تعرف حاجه عن انا اللي هي جايه لك تبقى بكل اسيستنت. طاقتي وحبي. اهو اهو. لكن هي ما تعرفش انا اي حاجه عايزه عن عارفة لو اشتغل الشغل. معاك. رفضتني عادي مش اول مرة ترفض. لا عشان التايتل، هي ملهاش اي علاقه بالتايتل، اه. ولا بس عايزه عمرها اشتغل معاك. صورت ولا عمرها عملت اي بس حاجه. اقول لك لا بس على كنت حاجة، كان يعني عندي هو سلاح ذو حدين الموضوع ثانيه ده. واحده ثانيه واحده، ولا عمري صورت بس انا بصور حلو. ايوه بتصور حلو. انا كنت عارف امتى ده، مصوراني في انا قصر عمري ما البارون شفتك صور اصلا. جميلة، صورك فاكرة الصور اللي ازاي؟ كنت منزلها في قصر البارون؟ كانت صور جميلة ايوه بصراحة. تاني دلوقتي بالموبايل انا وبتاع. عمري ما شفتها اصلا، ما هعرف كناش تصويرها اتقابلنا حلو. لا ما هو الراجل مظلوم بقى خلاص، هو ما كانش عارف حاجة. هو يعني انه البوينت اللي هو بيتكلم فيها دي على فكرة هي سلاح ذو حدين، انك تجيب حد شغوف قوي بيك انت كشخص يمكن انا بقى يعمل ده لو ويمكن طب يعمل ده. طب بص، ممكن اقول لك على حاجه. مم. لو هي مثلا اشتغلت معايا وانت مثلا مزعق فيها ولا خصم يا لها، نهار اسود. هتعمل ايه؟ عياط تطلع بقى تكتب وتصويت. بوستات تقول لا ما كنتش ايه؟ هكتب ده بوستات. الواد اللي مش عارف عمل ايه عمل ايه. ما كنتش هكتب بوستات، بس كنت هكتئب يعني الشخص اللي بس كان انا مطلع موبايله وهيشتغل دلوقتي. معجبه بيه. نسينا اه تقريبا، نسيت نسي ان احنا في البودكاست نطلع اه. يشتغل. فبعد كده بقى هو فكس لي وما مهم. اشتغلتش، وقلت خلاص بقى انا هشق طريقي. بعدين هو بقى ايه يعني طلق، وكان بينزل دايما حاجات ان هو مش كويس ومكتئب. احساسك كان ايه لما طلق يا رب الناس امانه؟ والله العظيم كنت متضايقه جدا، لان بجد بجد مش عارفه محدش هيصدقني. متضايقه جدا ان هو مش اول ما طلق يجوزني. كنت متضايقه جدا متضايقة جداً. وقلت اتكلم مبسوطه دلوقتي. والله ازاي ما كانش العظيم كلمني لغايه دلوقتي؟ والله العظيم والله العظيم انا كنت بيج فان جدا أوكي. بعلاقته القديمه، وكنت مم. دايما اكتب كومنتس انا بجد بحبكم قوي. لا هو واضح من كلامك ان انت و... فعلا كنتي فان ليه اه وحابه وكان نفسي. ظهوره، لكن انت مش حباه هو لا لا كشخص خالص حب خالص عاطفي. والله خالص والله ما كنتش حتى، ولما طلق بالعكس كنت زعلانه جدا عليه. وسبحان الله كان جوايا احساس دايما ان حسام ده شخص كويس جدا. حسام مش الناس بقى في الوقت طلاقه كانت بتضطهده كتير، شايفينه شخص مش كويس، بيضايقوه، بيكتبوا له كومنتات سلبيه، وانا كنت بتضايق. لان هو باي ذا واي كان ساكت قوي، كان دايما ساكت يعني انا هعمل فاكره ايه الفتره طيب؟ دي ان انت كان ما كانش ساكت. فيه اي ريفيلنج لاي حاجه. باي ذا واي انا احترمت الموضوع ده قوي. هعمل ايه طيب؟ احترمت. لا ايه بنعمله ايه ده انت؟ لا احنا عندنا ما ما بنعملش عندك حاجه. اكاونت وبتشوف الناس بتعمل ايه؟ لا، ده بيطلعوا حسام لا يشردوا طبعا لبعض خالص. لا حسام كان في عمري. الفترة دي مش كويس، وكان مكتئب جدا. انا كنت كل اللي بيني وبينه انستجرام وفيسبوك بس، حتى ما كانش معايا رقمه. فضلت ابعت له بقى ما تتضايقش، كان بينزل اسك ناس بجد كانت على فكره بتبعت له كلام وحش بالمناسبه انا قوي. قبل اصلا ما اطلق كنت مطلق، يعني قبل ما قبل ما اقول يقول كان كنت مطلق قبلها. كنت يعني كان في فتره كده كبيره قوي اللي هو احنا عارفين ان احنا متطلقين، مستنيين بس الورقه ما بس، اعلنتش. ما اعلنش. مستنيين اللي هي تبقى رسمي، فاهمه؟ بس احنا كنا كان بقاله فترة يعني. بعد كده كان ناس بقى بتبعت له مسجات بجد اي بني ادم غير كنت سوي بعمل اسك بقى، كان بيقعدوا بقى هينتحر. يذبحوني بقى. بجد اي شخص كان هيتوجه له الكلام اللي كانوا بيبعتوه له حسام. بيضحك على اساس ايه بقى؟ واصلا ما حدش الناس عنده judgmental تفاصيل. قوي. وبصراحه انا حاسه ان الطرف التاني يعني ده اللي انا فاكراه ان برضو ما كانش فيه هي ما كانتش برضه بتقول ريفيلنج حاجه ولا اي الحاجه، حاجه. فالناس لا. بقى هاجمتك على اساس الناس ايه؟ بتهاجم وخلاص. يعني اللي هو راجل هو اللي غلطان. فكان حسام مكتئب وبيجيله مسجات مش كويسه انا وكده. اصلا كنت مكتئب فعلا، وكنت قاعد في الشقه وكان باين عليك. بتاعتنا وكنتش بقى يعني كنت مكتئب، واحد مطلق يعني، فاهمه؟ فكانت ظروفي وحشه قوي، وكانت اول ما تحصل لي حاجه زي دي، وقعدت بقى بقعد امسك الاكونت، وساعتها دخلت بقى في اكتئاب اكتر لما بقى اتخنت اكتر، وبقى شكلي اوحش من الاول حاجات كتير بكتير، جواكي بتتهز في الوقت ده. فبقى كنت متدمر. وخلي بالك الواحد كل ما كان سنه بيبقى صغير الايموشنز عنده بتبقى كتير اكتر. وانت ما كمان ما وضعف عندكيش خبره في اللي انا العلاقات ولا عديته ده في الحته دي بالذات، فاهمه؟ في خبرة الطلاق اكتئابي نفسها. وفي اكتئابي
ما عنديش خبره ان انا ادخل حاجه زي دي. كان بيروح المفروض للثيرابيست وكانت المفروض الدنيا اطلع منها دي ازاي. كان اول مره للدبريشن ولا انت كنت قبل اه كده اول مريت ما ادخل ديب ديبريشن بقى. بشع؟ فده كان بالنسبه لي كان صعب بصراحه انا بقى قوي. كنت زنانه مصره ان انا ابعت له يا حسام ما تتضايقش والله مفيش حاجه. كان ما بيقعد يرد تقلقش عليا. كنت وخليك بتشوف المسجز كويس. بتاعتها؟ كان بيرد اه عليا. بأمانة. كان بيرد بصراحه عليا. طب بصراحه كنت بترد؟ كان بيرد عليا. مش ما هو فاكر. لا انا فاكره. استنى هي انا هتلاقيها هقول. فاكره. هو كان بيرد عليا ويقول لي مثلا يعني بيرد عادي رد ها. شخص محبط يعني. ها. بعد كده كان بيقعد يقول لي. بعد كده مره قال لي طب ما تيجي نتقابل لان كنت بفضل بقى اتكلم معاه كتير. اه قال لي ما تيجي نتقابل. انا مصدقت. رحت قلت له خلاص ماشي. نزلنا اتقابلنا وكان بيسكيت وقعد بقى قعدنا في وسط البلد نتمشى وكده. قعد بقى يحكي لي شويه عن حياته وبتاع. طبعا ما كانش بيحكي اي حاجات كده. حسيتي ان هو عايز يقابلك ليه؟ وحسيت انا ان كنت انا الفتره دي بقابل كان كل بيعمل اي حد. الناس. عايز بتحاول أطلع بقى. عايز تخرج يخرج من اللي نفسك هو من فيه. اللي انت اي فيه. حد وانا في كنت اي شايفه اي حته. حد كده. يقدر يسبورت انا بقابله على اصلا طول. يعني وانا جاي كان لها بيقابل حد تاني كنت قبليه. بقابل حد وبسكت مع حد تاني يعني كنت مجرد مقابلات كده مش اكتر. ببقى عايز افوق يعني. بيشغل وقته بيقابل ناس بيحس احاسيس عكس الاحاسيس اللي هو حاسسها. فده كان اللي هو بيعمله. انا كنت نازله قبله مش عشان انا بحبه ولا اي حاجه يعني. كنت نازله قبله انا شايفه ان الشخص ده انا يعني بقدره وهو مش كويس. ممكن لما يقعد معايا افكه كانت يبقى مهتمه. احسن. لا انت كده يا هرا بداتي تحوري. انا اسفه والله جدا العظيم. على الكلمه دي. والله بس العظيم ما انت بحور. كده يعني بصي في جواكي احساس ناحيه الشخص ده ممكن بس انت هي مش وقتها ما حاساه كنتيش مميزاه خالص هي والله. يعني مش ممكن انت فاهمه مش عامله ما فيش كاتيجوري حاطه فيه لا. الاحساس ده. لا بس هو هقول كان لك. فيه احساس لا اكيد. هو انا كنت بتابعه وكان بالنسبه لي شخص انا مهتمه يا لاخباره حبيبتي. هي وتفاصيله. بتقولك كده بس هي بتقولك انت ممكن احساسك ده ما كنتش مميزاه وقتها. لا يا جماعه ما كنتش بحبك خلاص بقى الراجل والله. عايزك خلاص كنت ماشي بتحبيه بقى. بقى خلاص. لا ما لا تقولي لا كنت بحبه. انا بس بوضح لها وجهة نظرك انت. ايوه لا انا ما كنتش بحبه بجد بس كنت نازله عايزه هي اسانده كانت يعني. فعلا أيوة. يعني كنت نازله قبله بجد بنيتي كانت صافيه خالص. بعدين بقى بقينا بقى نكرر النزول ده كتير 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 كتير. رايح شغل ياخدني معاه. انا رايح اسكندريه اروح معاه. كنت شغاله ساعتها في مكان. مره قال لي تعالي نروح اسكندريه. قلت لها انا رايح اسكندريه تيجي عندي تيجي شغل معايا. هناك قلت تيجي له تمام. معايا. انا كنت انا ما شغاله. اعرفش ليه شغاله. ما كنتش قايله انا شغاله اصلا. اوكي. كنت شغاله في محل ومفيش حد غيري محل وطبعا ايه بقى؟ كان محل هدوم. حلو. هدوم بيت. اوكي. رحت وانا بس اللي معايا مفتاح. جماعه انتوا ما شاء الله عليكم بجد. انا مبسوطه بيكم قوي بجد والله. يعني عشان مش عارفه انا هعمل نفسي كبيره دلوقتي بس لا انا مبسوطه بيكم ان انتوا الاثنين كده كل واحد فيكم كان عنده كنا يعني بادئين. بتكافحوا كده. لا ما يا برافو. ابو لا ده كو او دلو. لا ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ مستنيه ايه ما انا العلاقه؟ كنت بقى بستنى اتوبيس 12 برضه ينزلني عند التويوتا بتاعت الجيزه دي اركب اروح ايوه الدقي. يعني عادي تمام. بس لا ان انتوا يعني ما شاء الله صغيرين وبتشتغلوا كده. دي انا حاجه صغيره جميله. هو مش صغير بعد اذنك. تمام انا اسفه. ماشي. خلاص بعد كده مش مدينا فرصه نقول كلمه عدله. تذبح اي حد هيتكلم. بس فبعد كده رحت انا سبت المكان. قفلت تليفوني. بعت للمدير مسج معلش انا ماما قفلت عليا بص دي اللي كانت بالمفتاح. عايزاني اشغلها معايا. ها ماما قفلت عليا بالمفتاح وبعدين ماما قفلت عليا وجت بالمفتاح معايا. وانا مش معايا مفتاح ومش هعرف انزل فمعلش مش هقدر اجي النهارده. انت قطه يا بنتي. يا بنتي كان غير مقبول ان انا اغيب من الشغل. انا بس اللي معايا مفتاح. المحل ده الكلام اللي جه في دماغك وقتها تقوليه. المحل اليوم ده ما فتحش من غيري. ما فيش اوبشن. هو الراجل خلاص معتمد هي عليك. هي أنا بس خربت اللي بيت هفتحه. الراجل اليوم ماما ده. قفلت عليا بالمفتاح. اي كلام. هو أيوة. الراجل كده كده اكيد مش مصدق. جامد. بس هو في الامر بالظبط. هو واقع. عارف ان هي هو امر واقع. بتخلع انا مش النهاردة. هنزل. أوكي. وقفلت موبايلي. قابلت حسام. اول ما قابلته رحت قافله تليفوني وقضيت اليوم في اسكندريه. حلو قوي. وقضينا يوم طب انا بس لذيذ. عايزك طبعاً تاخدي لذيذ. بالك من حاجه. دي كانت عايزاني اشغلها معايا. بصي انا شخص غير فما مسؤول. تقوم قافله موبايلها وتقول لي بقى اصل انا امي تعبت. انا ماما خالتي حبستني. بتغسل. ماما حبستني النهارده في الاوضه. والله قلت له ماما قفلت عليا بالمفتاح وانا معيش مفتاح انزل. فاتصرف. صح يعني حاجه طبيعيه لا قوي. حاجه منطقيه جدا فعلا. البني ادم لما بيتقفل عليه بالمفتاح وقعدوا بقى يتصلوا. قفلت التليفون خلاص. تقرفنيش بقى. ما انا قلت انا بقى ما خلاص. اعرفش حاجه. قلنا ماما قفلت هو ما عليا يعرفش ان انا بالمفتاح. شغاله اصلا. انا ما اعرفش انا شغال مش هي قايله بس لي برضه عشان شغال. ما جاش فرصه يعني. بس انت كان في مشكله يعني انت مكسوفه تقولي له او حاجه ولا هو عشان عادي ما جاش فرصه؟ لا انا كنت مكسوفه اقول له. ايه ده بجد؟ بجد آه. يا أنا بنتي أول ما مرة انت أعرف بتقولي الحاجة كان دي. شغال فوتوغرافر في سايبر. كنت شغال في كل حاجه. مكسوفه من ايه؟ لا بس انا كان لا انا الايمج لا ما اقولوش ان انا شغاله وبعدين في كنت محل شايفه ملابس. انتيكه فاقول له انا كنت أنتي- شغاله في عارفه محل انا بالنسبه لي ببيع مجامات. انك تهايدي الحته دي يعني يبقى في هايد للكلام ده احسن من ان انت مثلا تروحي تقولي لصاحبه المحل. لا ما اقدرش يعني اعمل كده. يعني ده
ما فيهوش لا ما تحويل. اقدرش اعمل كده، بس انا بصراحه ما هو قلتلوش. عادي بس ولما لقيته بيطلب مني ننزل كتير قلت دي فيها خراب بيوت كده، هيتخصم لي كذا يوم في الشغل، فانا اسيبه احسن. وانا بقى مش ماما هتحبسني في البيت كل يوم. بالظبط. رحت قلت للمدير ممكن مفتاحك بابا اهو، يحبسني مرة. مفتاحك اهو، مفتاحك اهو، السلام عليكم، انا مش هقدر اشتغل في المكان ده. هنا بقى بدات احب حسام. سابت الشغل علشانك. هنا بدات احب حسام. كنت بتاخدي كام؟ كنت باخد 2000 جنيه. لا كتير. سنة كام؟ من 5 سنين. لا كتير. كنت باخد، لا مش كتير خالص. كنت لا لا بشتغل لا يعني كنت بشتغل كنت 11 عندك ساعه كام سنة؟ في اولى جامعه كنت بشتغل 11 اولى ساعه. جامعة 11 ساعة. 2000 لا جنيه 11 ساعة قليل كتير. جدا. لا ده اللي كتير. كتير. 8 ساعات يعني ماشي 11 ساعة ده قشطة، اللي بس كتير. قليل جدا. ده اللي في البنزينة. وكنت بنظف المحل وارص الحاجه واطبق الحاجه واحاسب وكل القصص طب دي، وانت وانا اللي لما افتحه عرفتي وانا يا اللي كل أقفله. في حسام الكل. يعني لا في ما اي عرفش. حاجة؟ لا حسام عرف من كام شهر كده، اوكي. ما كانش يعرف عامة اصلا. الفترة دي ما بس عموماً كنتش لما كانش مهتم مهتم. خالص كانش يعني، مهتم. يلا عادي. لا لما عرفت من شهرين عادي ولا 3 شهور في لا، حاجة مش يعني مهتم. هعمل ايه اتغيرت؟ طيب؟ مش كده. هو عشان الفتره دي انا ما كنتش فارقه معاه فعادي. اه فاهمه. هو انا كنتش فارقه معاه خالص. مم. بس انا بقى بدات اهتم وعلى فكرة بيه. كنت بقعد اقول لها اللي هي مش فارقة معايا. لا كان صريح معايا، قال لي انا علاقتنا دي مش هتكمل، يعني علاقتنا مش هتكمل وانا مش هتجوزك. قلنا مليون مرة ما نتسرعش. والله يعني هو صارحني، قال لي بصي انا بحبك وكل حاجه، بس قلت لها انا بحب قعدتك وبحبك وبحب جوك طب كده. مش عايزين ننتقل لجزء ثانية. اه سفرية اسكندرية دي أثرت في كان ليها تويست كده. كان دي كان ليها تويست. هنا بدات نعدي اتحرك. الطريق مسك ايدي ومعرفش ايه. اول صوره كان حاطط ايده على كتفي، فانا اوكي. كنت الصوره بدأنا دي ناخد ستيب فورورد. الصوره دي خلاص. وانا بجد كنت واخده الموضوع بجد قوي. خلاص انا الشخص جوزي ده يا جماعة. مع انه كان بيقول لي يارا انا مش هتجوزك وانا بحبك عادي، بحب قعدتك وعادي في حياتي فيها ناس تانية كتير بتقولها كده ليه؟ بطفشها ولا انت لا، نفسك مش بأمن عايز بس تتجوز؟ عشان هي ما بيأمن تقعش عشان في ما حب. تعشمش، اوكي. ما اقعش في حبه. يعني ايه بأمن اللي هو شفتي ايه؟ المصطلح؟ لا عشان انا لما بنزل مع عشان هو عارف شخص شخصيتي. وبنتكلم وبنهزر طبيعي ممكن ما يحس واحدة يحس حاجة. حاجة، فانا ده بقول حقيقي. له خلي بالك انا مش يعني بتاع انا مش انا مش بتاعت انا الكلام مش ده. الناحية بتاع الكلام التانية ده. انا يمين مش لا. هتجوز. طب انت عارف بقى ان الكلمة دي بتستفز البنات جدا. ما هو ده يعني إيه؟ استفزني، ما هو ده يعني انت استفزني. ما تقعد تقول طب لها ما انا كتير. قلت لكل البنات كده. لا بس لا انا هما بس اجمد منهم. روحهم كانت قصيرة شوية يعني. لا انا اجمد منهم، فانا لا انا ما خليته متأكدة. يتجوزني. انا صاحبتي قوية ايوه جدا. ما هو الدليل على لكن كده احنا احنا قوية متجوزين جدا. اهي. احنا مش في مقاومة دلوقتي، احنا متجوزين. ايوه هي كلمة استفزتها اصلا مم. لدرجة ان هي طب والله ما هنشوف. هو كان شايف ان هو بجد مش هيتجوزني، مش هيكمل معايا، مش علاقتنا دي مش بجد اصلا، واهلنا مختلفين واحنا هنشبه بعض كده بس احنا مش، يعني في الحقيقه احنا مش شبه بعض. احنا ما مش كناش هينفع. شبه بعض. مش هينفع. كنا بننزل هي بس احنا لو ونلبس شربنا قهوة احنا الاتنين نبقى احنا شبه بعض يارا في الفترة دي. كل البنات كده. ما شربنا تأفورش. حبينا حاجة. ما تأفورش بس بقى. لا والله أبداً. خليني اقول لك حاجة انه انت بيأفور ممكن قوي على فكرة. وقتها عشان ما كانش عندك بصيت عند الكاميرا وانا بقول كده كمان. ما ماشي. تأفورش. بصيت عند الكاميرا خلي بالك بقى. متابعة. اللي انت بتقوله ده علشان انت ما كنتش وقتها حاسس ان انت عايز اصلا ترتبط، فشايف احنا كده كده مش شبه بعض. بصي بقى عقلك كان بيعمل الباطن. ايه. بصي كان بيعمل ايه. قال ده لي اللاوعي. قال لي لما subconscious. لما ارتبطنا قال لي ايه، ما تعرفيش حد ان احنا مرتبطين، ما ينفعش. وانا بقى كنت شايفه ما ينفعش اقول لحد. ايه الفكرة ان احنا مش بنقول ان احنا مرتبطين؟ عشان عشان انا في ناس- مش عايز حد يقعد يقول لي مرتبطين ومش مرتبطين. اصل يعني احنا مش عايز علاقتنا مش جد، اتحط في جملة مفيدة وهو مع كان حد. معروف. ولا فاهمة؟ كان في حاجات معاها فانت خايف حد معاها هي؟ يقفش؟ معاها هي؟ لا معاها. لا فانت خايف خالص. حد يابا الحق ده مرتبط؟ لا خالص ما كانش فيه. لا بس انا انت بس حاسس خايف من كلام الناس يعني؟ انا ما بحبش يبقى يعني اي حد يعرف اي حاجة لغاية مم. لما نرتبط، يعني لما يبقى في رسمي؟ حاجة بس. خطوبة. مم. لكن ارتباط كده لا. لا كنتش بحب ما كده كانش خالص. هدني. اصل احنا ما كناش هنتجوز، فهو هيقول لي يعني. بس يعني اصحابنا القريبين كانوا عارفين. كان يعني- لسه اقول لك في فريندز بقى بينكم كده. اكيد القريبين. الناس اللي بنقعد معاهم كانوا عارفين ان عارفين. في ارتباط. القريبين قوي هم اللي كانوا عارفين. بس يعني احنا كده يعني- مش محتاجين نقول ان مين فيكم حس مشاعر ناحيه التاني الاول. لا انت ممكن تحكي لها عن موضوع التاتو. ممكن عشان اقول لك بس هي في انهي حته. اوكي. يعني انا ممكن اقول انا ده. انت هتقولها بطريقه مش حلوه. لا بس والله. خليه اتفضل. يقول معلش. هقول الناس انت دي كلها كمان ما تعرفش. انا كنت بقول لها انا مش عايز حد يعرف اللي احنا مرتبطين. ده 3 شهر. حلو. عملت ايه بجد؟ عملت جت عملت تاتو. انا كنت عامل هنا تاتو. قامت هي عامله تاتو هنا كاتبه انتيكا. ايه؟
لا ده انا قلت رسمتي كاميرا، اصل هو كان حاطط كاميرا ما هنا. هو هي حاطط انا كاميرا، بمسحها أنا يعني. كتبتي بمسح. انتيكا، كتبتي اسمه. انتيكا كده. تالت شهر. ده هي مش دي، ده تالت باينه، شهر. ده بص ده كام؟ باينه في ايدها. 5 أو 6 شهر. 5 او انا اسف يا عملت جماعه تاتو 5 او 6 شهر. في قال خامس. لك مش عايزك تقولي للناس ان احنا مرتبطين، انا قلت لها فحطيتي تاتو باسمه. لا بس انا ما عملتش كده عشان خاطر هو قال لي مش عايزين نكون مرتبطين، أنا عملت كده حبا فيه. خلاص انا الشخص ده حتى لو انت مش هتتجوزني، بغض النظر انت تقول اللي انت عاوزه انت تقول اللي انت حتى عاوزه لو انت هنا. مش هتتجوزني تمام. انت عارفه أيوة. لما عملت التاتو ده قال لي فريدي ما كملناش مع بعض، قلت له ماشي ما نكملش مع بعض، انا مش هتجوز حد غيرك. انا عملت التاتو ده قال لي فريدي انت عرفتي قلت حد لها اصلا تاني. انت بصي، طيب ممكن اقول لك هي ورتني ازاي اللي هي عملت على تاتو. فكره ما وريتكش، انت اللي ما شفته انا كنت ما انا بخبيه. فاهم. ستوري ولا لا ايه؟ تقعد جنبي كان في العربيه جنبي. واحنا سايقين تقعد تعمل لي كده فانا شايف حاجه؟ بصيت كده قلت لها هو ايه حطها في ده؟ حطها مكان في مكان اعلى أعلى. شويه هو ايه ده؟ مش قوي كده. قالت لي ايه في ايه؟ قلت لها هو انت كاتبه ايه؟ قالت لي كاتبه انتيكا. قال لي وايه الفونت المعفن ده؟ قلت لها وايه الفونت وبعدين انت عبيطه، انت بتعملي ايه؟ قعدت كده بقى مذهول. لا واللحظه وعندك دي حاسس انا مذهول اكتشفت اللي هو لا لا يارا لا انت لا برضه لا, ايه؟ لا. وعملت هنا تاتو. كان هو قبل كده قايل لي، قلت له ايه بقول لها اكتر بحب تاتو انت الكود دي بتحبه؟ دايما. الكود دي اكتر كود بحبها، ونفسي لو عملت تاتو تاني اعملها. رحت انا عملتها انا هنا. انا انا ايه بقول لك، الكوت ممكن انا اعرف؟ بقول do لها good be kind. اوكي. كان ف- تاتو كده على رجل واحده من هنا، فهو انا عملتها هنا. كان ما كانتش الموديل انا عجباني هنا. بحب اصور يعني، بحب نفسي بيحب اصورها جدا. بيحب شكلها وكده، فكانت عاجباه. كان باعت لي صورتها، رحت انا عملتها. انا بهتم بالتفاصيل قوي، ده واحد ما بيقدرش التفاصيل. لا التفاصيل. دي مش بتهتم بالتفاصيل دي مرعبه. انت اكيد فاهمه يعني ايه كلمه تاتو، انت طيب فاهمه. ممكن اقول لك حاجه تانية؟ هي خلاص انا بقول لها مش عايزين حد يعرف حاجه، فاللي عمل لها التاتو ده عارف حسام؟ عارفني وعارف صحابي، فقال لصحابي وصحابي قالوا لصحابي والموضوع جالي اللي انا بقى متصاحبين. فيارا بتعمل بقى طب وايه بتقول المشكله؟ كده. ما احنا فعلا متصاحبين. صح. يبقى انت عايز تخبي. هي مقنعه مش جدا. عايز اخبي، احنا اتفقنا. سموث قوي يعني في اقناعك. طب ايه المشكله؟ احنا اتفقنا. اتفقنا ان انا ما نقولش عادي. امال يا يارا لو ايوه كان ما قال انت لك قولي، ايه؟ لو كان قال لك قولي للناس كنت هتعملي ايه؟ لا ما قاليش بصراحه. لو كان قال لو كان قال كانت هتحط التاتو هنا على ورتها. تمسك عارفه الناس بتوع كوبي اكتوبر يحدفوا اليافطه بحبك. لكن بعد لا كده لا بقى، بعد المهم. ما عملت التاتو كده والفتره دي ما كانتش حلوه وهو قفش شويه، بس خلاص يعني اللي هو انت يعني انا بحبك انت. بقى كل شويه تقعد تتصور معايا طب بس كده. انا مش شايفه ده التاتو بتاعك برضو، انت مسحتيه ليه؟ بعد كده بقى احنا اصلا يعني الفتره دي احنا اتصاحبنا حوالي سنه ونص او سنتين. بعد كده سيبنا بعض. هو صاحبنا سنه لا سنه وشويه. سنه سنه وشويه بعد سنه كده سيبنا وشويه. بعض. هو هقول لك برضو سيبنا بعض ازاي. سيبنا بعض بس كده. بعد كده هو خطب وانا كنت في حياتي عادي. انا سبتها بعد بعدين كده انا خطبت. هو خطب بعد ما سابني، اللي هو قرر on. يتجوز بجد دلوقتي. موف اون. قرر مش في ثانيه والله، قعدت ياخد فترة. علاقه ياخد إيه؟ العلاقه جد. قعدت قد ايه؟ مش فاكره، مش عايزه افتكر. بس المهم قعدت لا مش شهر ونص، كان اكتر عشان لا بعدها بشويه بس حوالي انا 3 هقول لك شهور. على حاجه. انا حوالي 3 لما شهور. سبتها هو ده متوقع اللي انا اسيبها. انا كان بالنسبه لي دي صدمه. انت انا ازاي كنتش تسيبني؟ بقعد اقول لها انا كل يوم بحبك ولا انا هعمل لك واجي اكلم انا كنت عايشه باباكي ولا كنت عايشه ماماكي. علاقه ثنائيه هي مع عايشه في نفسي. الجو ده ايوه لوحدها. ده حقيقي. انا حتى مواقفي معاها كنت ببيعها في كل حاجه، يعني اي حاجه تحصل بصي كم مره يقول اختيار لي صحابي ليها انزل مع صحابي، ما ردش عليها، ما اروحش، يعني دايما انت بفهمها. خليتها صعبانه عليا قوي دلوقتي. لا ما والله تقولش كده. انا بقول الفتره دي يا حبيبي، ما انا لا. لسه هقول الفتره الحلوه. لا انت ما كنتش تعمل كده بالظبط، بس ما تقولش بس كده. انا قصدي اللي احنا في الحته دي اه يعني كان واضح، عشان الناس بس ما تفتكرش ان انا ما كانش فيه خنتك حب او يعني، هو ما ما كانش فيه. يقصدش يقصد ان ما كانش فيه ايوه مثلا الحب، كان فيه صداقه. والله الصداقه دي بقى، طب ما انت عندك ممكن 2 صحابك في الوقت ده، في الساعه دي النهارده انا مفضله فلان عن فلان عادي. فهو ده كان الوضع يعني. ايوه ده لكن كان هي طبيعي. لا، هي كانت واخده الموضوع على قلبها جدا. ده كان فيه على جلدها على جلدها قوي. تاتو بتاع لا يا يارا، ده الموضوع معدي. يا جماعه كنت بحبه. ايوه وستيل والله ايوه ربنا يا رب والله وانا كمان يخلي بحبك يا الحب حبيبي. ده في قلبك. اسكت طيب. انا كمان بحبك اسكت طيب. دلوقتي ربنا والله يخلي قوي. الحب ده في قلبك يا رب، ما يشيلوش والله ابدا بحبك ولا قوي يقلق دلوقتي. خالص. ابدا ادعي لكم دعوات امهات حتى انا بقى. اتجوزتك اهو. ماشي صح. مين بقى في الاخر فيكو اللي قال للتاني بقى انا بحبك؟
لا احنا كنا بنقول بحبك دي على طول اصلا. انا كل لا 5 بحبك دقايق. بتاعت الحب اللي هي لا لا بتاعت بالنسبه لا، لنا لا، لا. الاكشن بالنسبه لنا كان ساعه الجواز، ده كان اللي تحسبيها كانه قال لي بحبك مثلا، ده انا ساعه اللي لما قلت قررنا لك ساعتها. يا نتجوز. جماعه ثانيه بس، في بحبك كده انت بتبقي عارفه ان دي في بقى الأول؟ بحبك بتاعت لا هو اللي قال لي ان هو بيحبني، انا عمري ما انت كنت اللي هقول قلت له انا يلا بحبك في نتصاحب، الاول. عمري ما اقول له يلا نتصاحب او يلا نرتبط او اه انا بحبك. انا كنت بقدم له كل حاجه تبين ان انا بحبه، بس أنا مش اوكي. ما بقول. بتقولش. هو قال لي انا قلت انت طبعا. رحت قلت لها انا بحبك طبعا. وقت ما حسيت ان انت بتحبها، ولا انت حسيت انك مش عايز لا، تكسر ما انا لما خاطرها؟ قلت حسيت ان هي بحبها، لذيذه فقلت اقول لها لما بحبك. قلت بحبك مم. قلت بحبك وبحب قعدتك وبحبك رايقه وبتاع، يعني ما قلتش بيقولوها بنفس الطريقه كلهم، ما قالش بحبك بس يعني عارفه عشان اللي عشان هي حب. لا مش اللي هو انت هقول اللي لك هو لذيذة، والله يعني كميتك دايما كنت حلوة. بقول نص لها الكلام. لا، انا دايما كنت بقول لها والله انا بعزك قوي وبعز قعدتك وقلب ابيض وانت لا جدعه قلوب حمراء عايز ايه؟ طب كويس. وانت جدعه وبتاع كده، صح؟ اه صح. طيب حلو. اتضايقت مني دي ايه احنا ده؟ متجوزين. قفشت. طب يلا يا ممكن يارا، تنسي يلا يا يارا، ال... هنحكي عن موضوع الشمس. تاني، هنحكي عن حاجه تانية. غير السؤال. موضوع وسط البلد بتاع السكيت والكلام ده، الكلام ده كان ديت ولا ما نعتبروش ديت؟ لا، اول ديت هي اللي خدتني فيه لما طلعنا العيد ميلاد، احكوا لي بقى. صح؟ كنت عامله له عيد ميلاده السنه اللي قبل اللي فاتت، اوكي. وخدته ديت في مطعم كده بيلف، وجبت له اه كوفي ماشين. واقول لك جبت له كوفي ماشين ليه، لانه كان مسافر قبلها يعني بتقول بفتره. لنا جبتي الكوفي ماشين منين؟ آه جبت له نسبريسو حلو. كوفي ماشين. لا صرف ومكلف، خلي اه بالك. اه لا ده اه كده، اه لا ده كده ليه؟ حلو دي. وعارفه ليه؟ لانه قبلها بفتره كبيره كان مسافر وكان في فندق، والفندق ده في الاوضه بتاعته في اسوان كان في مكنه قهوه حلوه، عملت له قهوه حلوه، فقال لي كان عاوز حاجه زي فقال لي انا نفسي اشرب، يبقى عندي مكنه اعمل اشرب فيها قهوه كتير كده حلوه على طول. هو قال لي كده بس رحنا انا كده يا نهار أبيض. رحت وهو جبت له طبعا اكيد المكنه كان بيقول كده عادي اصلا، كده عادي كانك كده. مثلا قلتها شربتي عادي عصير خالص. في مانجا، العموم جدا. كانك قلتي شربتي عصير مانجا، قلتي يا لو انا عندي مانجا في بالظبط البيت كده. كنت لو انا عندي اجيلك الحمد لله ان انت ما حبيتش عصير القصب. بقفصة مانجا لو تاني انا يوم. عندي عصارة. تخليك واقف في البيت بقى كادو من. فجبت له مكنه القهوه. يعني انت اعتبرت ده ديت؟ انا بالنسبه لي انا هو قلت له ديت. ده ديت، بس حسام ما بيحبش أوكي. المفاجآت، واحنا نازلين اصلا ما كانش عايز يعرف يلبس ايه ورايح فين وهنعمل ايه. قول لي بقى كل لبست معرفتش ايه أعمل كده. وعملت ايه، رحت الحلاق ولا لا لبست. اكلتوا ايه، عايزه لا، اعرف كل ما رحتش التفاصيل. الحلاق. ما راحش الحلاق، ما اتجهزت كانش ازاي؟ مهتم للدرجه دي. اوكي. هو انا الوقت ده كنت بحبك ساعتها، بجد؟ انا مش فاكر، انا بسألك الوقت ده المفروض كنت بتحبني. ساعتها قلت لك ان انا هخطبك وكده ولا لا، مم. صح؟ قلت لي ان شاء الله لو كملنا لا يبقى هنتجوز. لسه، لا ما كنتش قلت لك. دي بعد ما رجعنا، بعد ما انت دي المره التانية لما اه رجعنا. انا نسيت اقول لك احنا رجعنا ازاي، انا مش فاكر احنا رجعنا ازاي. بص يا ستي، ده انتوا بتسبقوا الاحداث ولا كاني قاعده. انا مش فاكر. لا ده انتوا اصل بتسبقوا بجد الاحداث. هي ده ولا يارا كاني هي قاعده. اللي ماسكه فهرس العلاقه، معايا عشان التواريخ انا ممكن بس اقولها لك. انا انت يعني بتنسى كتير قوي. بلنك مواقف اه حاجات بصريه، اه فاهمه؟ اوكي. لكن حاجات في عقلي لا، هي يارا اشطر مني في الحته دي وفي طيب. الارقام برضه. طب انت فاكر اتجهزت ازاي للديت ده ولا؟ لبست اصل قميص لبس وبنطلون. قميص وبنطلون حلو. وجه خدني. مش كاجوال، دي اشاره كويسه. قميص مخطط وبنطلون جينز. اوكي. وجه خدني. لا الوانهم ايه يا يارا؟ ابيض مخطط اسود، ها. وبنطلون جينز كان ازرق. اوكي. وبعدين خدني. اتعلم. انا فاكر ان انا وانا اكلت كنت مشتريه طقم جديد. انا فاكر ان انا اكلت بطاطس مهروسه فوق، كان شفتي هو فاكر ايه؟ السايد السايد، بس ماش المين ديش بوتيتو، كان مش كان فاكر. ستيك. كان ستيك. ولما اروح انا اشتريت طقم جديد، نزلت اشتريت سكيرت مخصوص وعليها بلاوز، وعملت شعري وحطيت ميك اب وحطيت ضوافر وجبت بس انا صورتك صور حلوه اليوم ده اللي انا فاكره. وهو لابس قميص وبنطلون وطلب مشي. وصورتها صور حلوه. اوكي. لا دي تحسن. دي انا دي حلوه دي. صح؟ دي اهم حاجه. بيصور اي حد صور حلوه عادي. الله. كانتش حاجه تميزني يعني. يا نهار أبيض. ما تميزتش على فكره غير لما اتجوزنا. بعد كده بس ده وقضينا كان وقت الديت. حلو في كان الديت. يوم حلو بصراحه لا أوي. كان فاكرين يوم حلو. الكلام اللي كان و- ما بينكم؟ وعملت له تورته كتبت له عليها انتيكا وعملت ديكوريشن، وعملت خلت له الراجل يجيب ديكوريشن ورد وورد احمر. وشموع. نزل حاجه عن الموضوع ده على السوشيال لا، ميديا؟ لا. خالص ولا محدش انتي- يعرف عن الديت ده حاجه ولا اصلا. انت ولا هو؟ ولا ما نزلنا احنا اصلا بعد صور الحلقه دلوقتي. دي نزلت صورتي لوحدي. حلو. نزلت صورتي لوحدي اوكي. بس ما قلتش مع ننزلها مين. تاني بقى في ستوري ونكتب للناس ان ده هو كانت ده ديت. الديت. لكن انت ما نزلتش اي حاجه. لا كانش مهتم. ما فاكرين تطلعنيش الكلام؟ وحش قوي كده.
يا عمي مش وحش والله، بقول انت ما كنتش مهتم. انا فعلا يعني انا بجد، انا عشان بصي انت لازم تكونسيدري ايه بقى اللي انا بعمل كل ده عشان انا اصلا طالع من تجربه واخد دي حاجه يعني تانية واخد خالص. سنجة كده، واخد دي حاجه سكينة تانية فاهمة خالص. دبحاني. يعني خليني اقولك حسام اللي صبرني عليه كل ده ان انا عارفه ان هو كان في تجارب وحشه كتير، مم. وهي اللي وانا اثرت كنت فيه. بقعد اقول لها كده، انا انا عارفه. يعني لا لا ايه، لا، هو ما ما كدبش تستنيش عليا. مني اي حاجة. انا مم. انا انا دلوقتي فعلا مكفيني، انا بحاول ايه اتعافى بقى، اه اهيل بقى، هو قال لي فاهمة. انا بتعافى من اللي انا فيه، انا مش هقدر ادخل في علاقه جد تاني، انا ممكن ادخلها وتفشل برضو. طب ما انا عملت كده فعلا، ودخل دخلت في وخطب حاجة وكده. وما ظبطتش، فاهمه، لانه ما كانش لسه فاهم نفسه كفايه. مم. فهو بصراحه ما كانش بيكذب عليا خالص، هو مم. ما كانش مهتم وانا كنت هو كان متصالحه. واضح. كان واضح جدا، ودي اهم حاجه، يعني مش زي الولاد اللي بيقعدوا يقولوا يعشمها وبتاع مم. ويفكس. لا، حسام كان واضح معايا جدا، انا مش هتجوزك ومش هعمل اي حاجه، بس احنا كده تمام. انا بقى اللي كنت حاطه في نفسيتي لا انا هخليه يتجوزني، مم. فاهمه. بس انتي ما خفتيش من حته التجارب السابقه دي؟ لا، انا كنت متاكده ان حسام مش شخص وحش. ما هي لا انت اعتقادها هي فيك رهيب بتتكلم اللي هو انا ممكن اكون اتأثرت بقى بالحاجات دي، مثلا. فبقيت شخص مش لا لا، بس هي كويس. عندها لا مش معقول ده، لا، هي عندها قناعه بيك انا رهيبه كان فعلا. عندي يقين ان امم حسام شخص مختلف. امم. صبرت في حاجات كتير قوي، والحاجات دي مش ذنبه والله، بذنب الحياة اللي هو عاشها. خلت فيه شوية تفاصيل مش كويسة، لكن لفترة معينة وخلصت. فأنا كنت متصالحة مع الحاجات دي، إن أنا عارفة اللي هو عايشه ما كانش هيرجع لطيف. تاني أنا زي الاول عارفة، واحسن وخلاص. وبصي أنا ما شفتوش هو شخص كويس قبل ما أشوفه هو. ما شافتنيش ولا ما شفتوش، كويس ولا بس انا وحش. عارفه ان هو مم. شخص كويس. احساسك. احساسي كان بيقول لي، كل الناس بقى صحابي كانوا اصلا يعني بيقولوا يا بنتي ده عمره ما هيتجوزك، مستحيل كان خالص. كل الناس بتقول ومش لها كده، صحابك بقى، هو شخصيا هو قالك نفسه قال لي. خلاص هي مش وانا محتاجه بقول لها صحابك يعني. واصحابي بيقولوا بيقولوا له لي، وانا بقول لاصحابي. كل كله الناس بيقول لبعض ان عارفه انتوا مش الا هتتجوزوا. انا الا انا بس اللي كنت عماله هتجوز. سبحان الله والله، لو البني ادم فعلا تصدقوني، بيأتراكت الحاجه اللي هو مؤمن بصي بيها. انت لو فضلتي تخاطبي عقلك الباطن صح بحاجه هتعمليها. صح، ده حقيقي. لكن انا دايما كنت بخاطب نفسي ان لا تمام، انت شايف كده تمام، بس انا الواد هوريك. دكاعي. انا اسمه على دراعي اسمه على بجد. دراعي حرفيا. بجد اسمه على عملت دراعي. المثل احنا مش كله. بنألف هنا. فاهمه، كنت بجد يعني واثقه من الحاجه دي بس. الديت اللي انتوا نزلتوه مع بعض ده كان فيه هدايا؟ جابت انا لي جبت كافي له هديه ماشين، عشان كان عيد ميلاده. اوكي، كان عيد ميلاده. جابت لي كافي ماشين ساعتها طب الواد ايه الديت؟ ابويا هو اللي بيشرب منها. واقول لك حاجه، ما شربش منها ولا الكابسولز مين اللي كوبايه. بيجيبها؟ انا طب كنت جايبه له والله كابسولز معاها. ماشي، بس احنا شلناها دلوقتي احنا لبيتنا. شلناها لبيتنا بس هو طيب كانش بيشرب يعني فيها يعني. بصي بقى، واحد فين تاني، واحد جات في لي بيتنا. بيتنا. خدتوها من جات لي الراجل بيتنا. علشان تحطوها في البيت. انكل كان بيشرب منها. جات لي بيتنا سبحان الله. طيب الديت اللي نزلتوا فيه مع بعض وكان مشترك، انتوا الاتنين نازلين كل واحد فيكو بيحب التاني وجايبين هدايا لبعض، حصل ولا ما كانش واحنا فيه؟ لا ما جبناش هدايا، بس عزمتها على بيتزا وطلعنا مقطع. ما هي البيتزا دي. لما كان معانا ماندو الواد مو، كان معانا مو ويسرا، كان يسرا ومو ده صح. كانت خروجه كده، ده مش ديت. ده مش لا ديت. جبنا سجادة، كان عندي سجادة في العربية بيكنيك. حطيتها. مش ديت. بيكنيك. كنا ايوه ايوه عاملين ديت بيكنيك يعني. ايوه ايوه، نايس، حلو ده، حلو. صح. وكان مغرب ساعتها، كان صلاة، كنا صايمين. كان رمضان. كان ايه ده؟ طب ماشي. بس ما عملناش حاجة. إجابة في مكان خاطئ. اتفاجئنا ليه يا استاذ؟ إجابة في مكان خاطئ. انا مش فاكر يعني. بصي، أنا بحاول الراجل ده اجمع. طيب قوي والله. بحاول أقول الراجل أي ده حاجة. الراجل ده طيب يا عيني. بحاول لا أجمع. بصي، ما رحناش ديت. حاسه حاج حسام قاعد معانا، عارفه اللي هو مش عارف حاول حاجة. يفتكر حاجه. هو لا، الحمد أنا لله الذاكرة رومانسيه، حاجه عندي، رومانسيه. انا فيجوالز بس. الحمد لله إن هو فاكر إن هو الحمد بيحبني. لله حصل خير. لا 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 لا، انتوا لا ربنا يا يخليكم لبعض حبيبتي، يا رب. ده قلبك ده حبك ده في قلبي. يا هو في سؤال بس والله انا ماليش دعوه بالاسئله دي. ماشي. هي يارا بمناسبه ان حسام مش رومانسي، طب مين انا اللي لا حاطط انا لسه السؤال؟ اصلا خلقتي عايزه معاك بعد الحلقة. انا لسه عايزه استفسر عن الحته دي. يعني ايه حسام مش رومانسي؟ اصل ده اللي مكتوب عندي في هو الكارد. حسام مش رومانسي أنا فعلا. مش مش رومانسي رومانسي. بمعنى ايه؟ كلام ولا افعال ولا يعني انهي حته في الرومانسيه بالظبط؟ بصي، لغة الحب بتاعت حسام اكت اوف سيرفيس. هو اعملي له عمايل ويعمل لك عمايل، ده الحب. نشتغل. يبهرك.
لكن آه. رومانسيه بقى وكلام حلو كده كلام ملوش فيها وكده. خالص، ب- بيجزع نفسه بتجزع. يعني كويس انه ده بيقول لي عارفه تقشعري دي كده كرنج. يعني كويس انه بيقول لي ان هو بيحبني، فاهمه؟ اه يعني بحبك ربنا يخليكي ليا. طيب عايزه موقف في البدايات بقى برغم ان هو مش رومانسي بس حسيتي فيه بشيء كده من الرومانسيه. شيء من الرومانسيه لما كان نبقى واقفين مع اصحابه ويمسك ايدي او يمسك ايدي قدام الناس. انا أوكي. بحب ان هو يشو اوف ان هو بيحبني. اه فلما وسط اصحابه اللي هو ايه ده بجد، يعني هم عارفين في بينا حاجه وانت متجوزين ماسك فاهمة، ايدي واحنا متجوزين هي بتحس كده. قدامهم. لحد دلوقتي بحس كده. كنت مبتسمه لو لا انا بعمل كده من ساعه ما عرفته وانا بس لا خلي بس احنا بالك واحنا متجوزين دلوقتي حتى لو مسكت ايديها هي بتحس ان انا فعلا ايه ده، ده أنت كده بتحبني. الناس دي كده. عارفة اللي انت بتحبني. ايوه لو جوزي واحنا قاعدين كده وهو معدي راح بايس راسي قدام بجد ايه ده انت بقى بتحبني. تحبيني يا هدى. ايوه فالحاجه دي بحس فيها كده بصراحه. اكيد. بس. اوكي. طيب حسام، لو ينفع يعني بعد الشر تدي يارا صفة من صفاتك او عادة من عاداتك. ممكن اديها صفة وعادة. طب يلا. الصفة اخليها تبقى، انا عارفه هيقول ايه. طب طب هقول ايه وانا هقول ولا لا. ان انا ابقى ملتزمه في الشغل، ايوه جدع. وتواجه. وان انا تواجه. اواجه الناس في لو في حاجة مضايقاكي او حاجة مش متفق عليها قولي. العادي ان هي بتعمل ايه لما بيبقى بهرب. اوكي. انا شفرة نايم الاختفاء. مش بعرفه اواجه. فبتدي بقى انطباع للشخص اللي بتشتغل معاه اللي هي شخصية صغيرة ان هي مش مسؤولة. فاهمة قصدي؟ دي بتضايق منها قوي وانا يعني ممكن حد يكلمها ما تردش، هي قدامي هي فاضية، ردي يقولي انا مش هعمل ده النهاردة. مش بعرف. برج ايه؟ طور. ردي يقولي انا هعمل كذا. خليكي صح، يعني الكلام اللي انتوا اتفقتوا عليه قوليه. هي ما بتعملش كده. انت عارف ده نابع عن ايه؟ عن ايه؟ حسب احساسي انا بالابراج. مثالية زيادة عن اللزوم. هي عايزة مثالية تبقى في إيه؟ باينة قدام الناس. يعني ايه مثالية؟ ده شخص هي حاول بس ده هو تفهم الجملة. هيبهدل. حاول اسمع تفهم الجملة اللي انا بقولها لك دي عشان انا فاهمة الطور ده. هي حابة تبان قدام الناس مثالية زيادة عن اللزوم، فيوم ما هترد عليك هتبقى عاملة اللي عليها وزيادة. ما هي عاملة انت بتعمل طالب كده منها واحد، يعني. بص انا عاملة 1 و2 و3 ما انا و10. فاهمك، عارفه هي بتعمل طول ايه. ما انا مش عاملة انا كرفك. مثلا في حد طالب منها شغل والدنيا تمام، فهي ما تقعدش الكلاينتس كلهم لما ترد يشوفوا الفيديو فهي ما تقعدش ترد. بعد كده ايه، تقوم عامله له فيديو حلو قوي، بعد كده تتاسف له. شكرا. بعد لا من كده غير او مش لازم محبة لا. يعني، عارفة لو الاسف لا ده معلش ما كنتش لا هو فاضيه. ده بعد لوحده. كده بعد كده تتاسف له. بعد كده بقى هو ما يردش عليه عشان يعني المفروض تاخد الفلوس. تتكسف تقول له لان هي اصلا متاخره شهرين متأخرة. 3. لا ده دي سايد افكتس للموضوع، بس الاساس ايه ان هو ما بيطلعش حد من عندك مش ساتسفايد، بس هي بس دي انا حقيقة. بالنسبه دي حقيقة. لي احنا فاهمين بعض. حتة الفلوس. خليكي كده اوكي. يعني دي. انت بتاع مواعيد وبتاع ولا تبقى تصبر. يعني انا مش الحاجة صبورة. التانية تصبر بقى، يعني عايزة مثلا جسمها يبقى حلو تتمرن وتمسك دايت وتصبر. ما نروحش نعمل حاجة على طول. يعني ما تستنيش يومين لا انا مش عايزه اعمل وتدوري. حاجه، بس انا فاهمة؟ اتمرنت اسبوع عايزة وما خسيتش مثلا ليه. نعمل شقتنا حلو. احنا حاجزين عندكم في الجيم هنا وما بنخسش. احنا لازم نروح. فلا عايزة مثلا تعمل شقتنا حلو. استني عشان نختار كل حاجة صح. يعني هي البراند بتاعها بجد هي شغلته في 3 ايام. اللوجو براندنج تتشقلب، وانا بكلم لها طوب الارض. بكلم صاحبي اللي بيعمل الباكجينج، بكلم صاحبي يعمل اللوجو، بكلم صاحبي مش عارف يعمل ايه، وهي بتنزل العتبة كل يوم. وليه اصلا؟ ما تستني. لا دي كانت عايزة تعمل ويب سايت. عملت ويب سايت. عملت ويب سايت. بس ده انا عملت يعني مش عارف ده انا ايه. مش حاسه ليه علاقه بالصبر. انا حاسه ان هي خلاص الفكره لما بتشعشع بتلاقي هي نفسك تشعشع، بس الفكرة عشان تعمل صح انت عايزه تستوي. انت فاهمة حاجة. هي دلوقتي عملت الويب سايت وعملت براند وهي مش شغالة اصلا. هي خلصت خلاص. خلصت عملت ستوك خلصت. كنا بنتكلم في ايه في الفطار بتاعنا؟ يعني هي خلصت ستوك وخلاص. ده احنا كنا بنقول لها حبيبتي اعملي الحاجه وابعتي لنا مالكيش دعوه يعني. ايوه فاهم. اعملي اي حاجه يعني اطلعي. انا اصلا بقول لها يارا انت ليه مش متصوره ولا صوره؟ يعني ليه انت مش الفيس براند بتاع البراند بتاعك؟ قالت لي لا انا عايزه ابقى مش انا اللي قلت لها مش انت امال مين؟ عامله كل حاجه تلاقي. يعني هنجيب مين؟ مسميه البراند يورا. بس لو عكسنا السؤال بقى،
ليارا ايه الصفه اللي انت محتاجه تديها لحسام، او حاسه ان انت حسام محتاجها منك انت تبقى شبهك كده؟ مش عايز حاجه بصراحه. استنى دلوقتي دي هتنزل لك برصه هنكشك بعد يا حبيبي، بهزر مش قلت معاك، لك ما بحبش النكش. بهزر معاك. ماشي، هديله صفات كتير. ايوه اولا بص الاذاعه المدرسيه السلام عليكم ورحمه ورحمه الله الله. وبركاته. اولا هديله صفه ان هو يبقى مركز وهو بيعمل كل حاجه، لان حسام مثلا خالق يبقى مالتي تاسكينج. هو بقى عنده تشتت انتباه. حسام مثلا يبقى بينشف ايده في الفوطه، هي متعلقه، ممكن انشف فيها ايدي واسيبها مكانها واقفه، لا اخدها اروح بيها المطبخ انشف ايدي وارميها على الرخام. هو كده اي حاجه بقى مش في مكانها يوديها في حته، فعايزاه يبقى مركز. دي صفه احب اديها له. واحب اديله كمان ان هو يحبني زي ما انا بحبه، لانه مش بيحبني زي ما انا والله بحبها اكتر، هي دايما عندها هس اللي هي بتحبني اكتر، بس انا مش بعرف اعبر عن مشاعري. اي ست في الدنيا زيها عندها هس ان هي بتحبه اكتر، وتلاقيها على فكره في الخناقات بتذلك بالموضوع ده. لا هي ما بتعملش كفايه كده، ان انا بس اللي احنا بحبك اكتر. ما انا بصراحه انا بعمل كده ساعات، اللي هو بس لا انا يعني، اصلا بحبك او اكتر مش ما لازم انت احبها اكتر، بتحبني. ممكن نبقى احنا الاتنين بنحب بعض نفس الكميه يعني. انا بحبك اكتر. ايه الحاجات المشتركه بقى؟ خلاص سيبكم من الحاجات اللي عايزين نديها لبعض. ايه الحاجات المشتركه ما بيننا اللي ساعدتكم اصلا العلاقه تكون احسن؟ ان احنا الاتنين عايزين يبقى عندنا بيت، احنا الاتنين عايزين نبقى مستقرين. صح، احنا اتنين خلاص بقى حلمنا احنا بجد ان احنا يبقى عندنا نستقر، بيت ومستقرين، واللي احنا خلاص حاسين ان عندنا احنا عيله كبرنا. حلوه، يبقى عندنا عيله حلوه نبقى بنديها حب، نخلف ونقعد معاهم كواليتي ونهزر استقرار. يعني نبقى استقرار في وبيت. احنا الاتنين عايزين حاجه دي اكتر حاجه خلتنا دي حاجه ناخد دي العلاقه أكيد. بجد بصراحه. طيب يا حسام، البروبوزل اللي انت عملته خد هايب واسعه جدا جدا جدا. أيوة. حرفيا لما دي نزل حقيقة. ما كانش فيه ترندز غيره. انت كنت مرتب ولا هو ازاي؟ يعني انت رتبت الموضوع، انت رتبت الموضوع قبلها ب100 يوم كنت بتصور الخاتم. بامانه التصوير ده كان حقيقي ولا انت كنت كان هقول لك يعني هي بامانه كانت عارفه بكل امانه؟ لا هي ما كانتش عارفه. أوكي. اللي مش امانه فيه انا هقول لك، اللي انا ال100 يوم ما كانوش متصورين. يعني مثلا في قلت اليوم ال100، اليوم ال90 ده كان اليوم ال80 مثلا. بس يعني سويتشنج يعني ال100 كانوا مثلا على 30 يوم بس انا لقيت لكن هي ما كانتش الفيديو عارفة. ده. لا هي ما كانتش عارفه. الخاتم كان بيبقى شفتي عملتي ايه لما شفتي الفيديو ده؟ والخاتم كان بيبقى والله جنبك كده كتير بصراحه. حسام كان بيغفلني كتير، وانا يعني انا اصلا هو صورني وانا بشوف الفيديو بقى بعد ما شفت التجميعات والحاجات دي كنت بعيط، لان انا ما كنتش مصدقه. طبعا ما كنتش مصدقه بصراحه. انا نفسي لما شفت الفيديو كنت بعيط كتير جدا. انا اي حاجه بتحصل بعيط. يعني الناس المتفرجين على الفيديو نفسهم قعدوا يعيطوا. اللي لا. هو الفيديو كان تاتشي قوي ما شاء الله بجد. كان مؤثر بصراحه. فكرتي اعمل ايه طيب؟ ليه يا رب خلقتني جامد؟ ليه يا رب خلقتني كرييتيف؟ طب قولوا لي يا ولاد، لو رجع بيكوا الزمن لورا، مش عارفه يرجع ورا بيكوا قد ايه، معلش انا يا كده تدخل مدرسه تاني. هيرجع بيكوا الحضانه بقى لو وصلتوا للنيرسري. بتتكلم على اساس ايه برضه يا حسين؟ انا كبير. كام سنه؟ انا 30. ايه ده؟ لا ثانيه، ده قدي عادي. ايوه انا 30. لا احنا لو رجع بينا الزمن لورا عادي هنبقى مثلا في ثانوي، هبقى في الجامعه. يارا لو رجع بيها الزمن في على حسب هترجعي كام سنه. ما انا ما اعرفش، السؤال هو اللي بيقول لو رجع بيكوا الزمن لورا. لو رجع بيك الزمن 15 سنه. ايوه يعني 5 سنين. عندها 5 سنين. شكرا. ايه الحاجه اللي مش هتعمليها في يوم كاتب كتابك؟ يعني السؤال مشترك، يعني فكروا برضو انتوا الاثنين. ممكن اقول اصلا انا اللي كنت عامل اليوم كله. هيقول لي طب ممكن بس ان انا ما كنتش اخد معايا اصحابي في المكان. هقول بس بصي، انا اليوم ده انا اتبهدلت فيه. ظبطت كل حاجه، رحنا الساعه 6 الصبح. حسام مختار الفندق، مختار المكان، مختار الفندق، مختار صحابي، مصورين، مختار الميك اب، مختار البوكيه، مختار اللي بيصوروا، مختار كل حاجه. ما اخترتوش سوا؟ هو انا ما اختارش اي حاجه. لا كان بيقول لي عاجبك، انت واثقه في اختياره؟ بيقول لي عاجبك ان هو تمام. انا بديها اوبشنز ما تطلعش منها. اوكي لو كان سابني صايحه على بعض كنت بهدلت الدنيا. ده حقيقي. لا وطالما انت واثقه في اختياراتك بعدين شغلي يا لهوي، ده شغلي ما حدش هيعرف اكتر منه. فستان، ميك اب، بصراحه وداني عند احسن الناس بصراحه. كان شكلك زي القمر ما شاء الله بجد. هو اللي كان مختار اللوك كمان. برافو. دي حقيقة. ايه بقى الحاجة اللي هي بجد البرايد ميدز عندها كانوا 30 واحدة. عندي صحاب كتير. طب وكلهم عيوطة زيها.
طب ده هيأثر في ايه؟ دي حاجه كويسه هيأثر، بصي هقول لك بقى هيأثر في ايه من وجهة نظر الفوتوغرافر كفوتوغرافر بقى. بقى. مبدئيا هقول لك الحاجات الاكسترا اللي كانت يابا عاملاها، بعد كده هرجع لك في الحاجات اللي بتأثر. الحاجات الاكسترا اللي هي كانت عامله لكل واحده بوكس، فاهمه؟ وكانت عامله جوه البوكس كل واحده كاتبه لها حاجه. كاتبه لها جواب وجايبه لها مجهود. مرايه وعامله فاهمه. لها روب والبتاع البوكس بتاعه فيه ده بقى جيفت اكنك فاهمه رايحه وهديه ايفنت، انبوكسنج ايفنت الشركه عندك. فاهمه. انبوكسنج دي بس نقطه. اول مره اتجوز وصحابي ماشي. واقفين اول معايا حاجه بحب اقدرها. التأخير بقى في ايه؟ اول حاجه هي عملتها، وهي اول ما خلصت ميك اب عملت لهم فيرست لوك ميك اب، فهم شافوها قعدوا يعيطوا، قعدت تعيط. فسحنا. ده تأخير. انتوا كنتوا شهر كام؟ كنا كام؟ قول لي انت كام. كنا 3 او 2 يعني يا 3 يا 2 صح؟ 3-2. 3 يا ما رحتش بعيد. ما رحتش بدل شهر. انت ما رحتش اصلا. لا دي عيطوا وهي عيطت، بعد كده هي لبست الفستان وهم عيطوا وهي عيطت، فتحنا البوكسات وهم بعد كده فتحوا البوكسات وهم عيطوا وهي عيطت، بعد كده قرأوا المسج وهم عيطوا وهي عيطت. كده بقى من الساعة 6 الصبح انا قلت لو اتأخرنا هبتدي شوت الساعة 10 الصبح. احنا بادئين 3 العصر. انا مقابلها 2 يعني عامل فيس لوك بتاعتها. انا كنت عامل سيت اب، كنت باني السيت اب اندور عشان التكييف وعشان انا بتكسف وما كنتش عايز حد خالص. ثبت كاميرا الفيديو وكان في فوتوغرافر بس معانا، وشغلنا مزيكا على حسب المود اللي هي عايزاه. هي كانت قافشه في اغنيه ريانا الفتره دي، مش داخله لما تشغلوا لي ريانا، وجايبين بقى ميوزك بوكس ومش عارف ايه. فدخلنا اتأثرنا واتبسطنا بصراحة وكل بس حاجة. انت بس هي النقطة بس اللي هي بتاعت البرايد ميدز دي بس هي حاجة وحشة جدا ان انت تبقى من وجهة نظري، انا اسفة يعني، انت بتشتغل يوم فرحك. يعني لا انت كان لا المفروض التيم بقى لا حسام كان هو اللي يعمل شغال الحاجات دي كان شغال كلها. بصراحة. انت ما هو التيم بتاعي كان شغال، كل الناس بيجايد كل والتيم الناس. بتاعي كان شغال، فاهمة؟ دي حاجة صعبة جدا. وصحابي كانوا جايين شغالين يا عيني والله كله بجد. جاي بيجامل بصراحة. طب انتي يا يارا ايه الحاجة اللي انتي حاسة انها كانت ما كانش ليها لازمة او كنتي مش عايزاها تحصل؟ لا بصراحة اليوم كله كان بالنسبة لي بالنسبة وانا اليوم كله كان حلو بالنسبة لي، حتى رغم بس ان هقولك صحابي على حاجة. اخروني، بس انا بجد كنت مبسوطة ان هما معايا. انا من النوع اللي ما بعرفش اعمل حاجة لوحدي، يعني لازم يبقى معايا حد بيسبورت، حد يفضل معايا يقول لي ايوه لا جامد. والبنات في اليوم ده مع بعض بيبقوا فظاع. الميك اب حلو، انا كل العرايس بقول لهم هاتوا 2 معاكم. يا راجل هاتي 2 معاكي. لا هتجيبي 30 واحدة؟ مش 30 يعني برضو، بس يعني كان معايا صحابي كتير، صحاب الحضانة وصحاب المدرسة وصحاب معلش الجامعة. هي يارا شكلها شخصية ايموشنال قوي، ايموشنال جدا، فهي عايزة تعيش انا اصلا مستغرب هي ما عيطتش كل ده ازاي. تعيط فيه؟ احنا لا احنا ما عملناش حاجه، ما قلناش حاجه مش محتاجين نعمل. لا هي ممكن تعيط في حاجه مبسوطه بيها. استنى هنزنقها بسؤال دلوقتي. لا ما تقلقيش انا مطمن. مش محتاجين نزنقها، هي لوحدها هتعيط دلوقتي. على فكره هي رغرغت من شويه، بس انا يعني اللي هو ايه عادي كأن مفيش حاجه حصلت. بالنسبه لي بقى ليه الموضوع بقى وحش؟ لان احنا كنا عاملين اوتنج بالليل، ما رحناش من التعب الساعة 6 وكل اصحابي راحوا هناك الناس راحت الكلاب، وانا قفلت موبايلي وبلغت واحد صاحبي بس، قلت له صاحبي انا ميت، قول لهم بقى رجلي كسرت، قول لهم يارا وقعت، قول لهم قفلت عليا بالمفتاح ومش عارفه انزل. قلت بس انا بقى يارا يا جماعه قفل عليا بالمفتاح ومش عارفه انزل. بس انا اصحابي لو انا ما وديتش هم عارفين ان انا فكست كده في مشكله. يعني انا اصحابي يعني امبارح رحنا اسكندريه وانا كان عندي شغل، قلت لهم تعالوا ورايا، فانا رحت وهم راحوا لي، بس انا ما قابلتهمش، انا رجعت يعني خلصت شغل ورجعت. ده حسام دي شخصيته اصلا، فاهمه؟ بس اسالي طارق كان معايا امبارح ما حدش متضايق، كلمتهم. اقول لك حاجه، بذمتك يا طارق ما حدش متضايق والله ابدا. سيرة ما شاء الله. اقول لك حاجه، حسام اصلا يعني ما بقاش ينساني بعد ما اتجوزنا. يعني الاول كنت مثلا يقول لي تعالي هنتقابل في حته انا مستنيكي الساعه 11 بالليل، يعني خلاص الساعه 11 انا اصلا معادي في البيت 10، فانا جايه لك 11 وسط البلد، رحت هناك
كان في محل واحد صاحبه الله ما يرحمه، لقيتوش الله يرحمه. طارق الله يرحمه. فطارق كان هناك، فبقول له فين حسام؟ بيقول لي حسام مشي. قلت له ازاي؟ ده قال لي انا مستنيكي تعالي. قال لي لا والله مشي، وانا بكلم حسام ما بيردش. طب طارق معلش ممكن تكلمه لي؟ راح مكلم وراح رد اول رنه هي طارق، قال له يارا هنا ومش عارفه ايه. قلت له دوني. قال لي والله يا حبيبتي انا نسيت معلش. في فعلا بيبقى فيها مشكله، الدماغ نفسها بتبقى شغاله طول الوقت. لا انا برضو لا، انا هو هرجع بيفكس. واقول لك هو في تو فيسز مع يارا. مره كنا بنلعب ومره كنت بحبها. انا كانت في واحده يعني أنا مره بحبه انا على كنت طول. بلعب ومره كنت لا بحبها. دلوقتي ما بينسانيش. يعني هو لما كان في فانا دايما هي فيز دي كان هو اصلا مش مهتم فبيفكسك خالص عادي. لكن لو انا أوكي. بحبها لما قلت لها انا بحبك وانا بجد لا مش هظبط مع هتعمل كده. اقسم بالله اساليها. لا ما بينسانيش بينسى- دلوقتي. لا انا اللي بنسى ولا نفسي. بنساها ولا بعمل اي حاجه من اللي انا كنت بنسانيش بعملهم خالص. طب خالص. الحمد لله. شفتي بس حسام دلوقتي رقيب جدا عليا. ما شاء الله. ايه بصي، ما هو ده من علامات الرجوله، خلاص إن هو يبقى بقيت عارف اخصه. عارف كل حاجه عنك يعني برضو. طيب لو قلنا يا يارا، مين اللي عمل لك ميك اب يوم كاتب الكتاب؟ تفاصيل الدرس والاكسسوارز يعني احكي اليوم كريدتس كده. بصي اول حاجه احنا قبلها بفتره انت كان في لوك اصلا معين في دماغك؟ لوك كل حاجه خالص انا بالنسبه لي كل ما بعمل ميك اب بحس انه مش لايق عليا، فببقى مش مبسوطه اصلا. يعني انا كده كده مش مبسوطه، واي حد بيعمل اي حاجه بفضل اشكك في شغله. معلش ممكن اشوف؟ انا مش حاسه ان انت هتعملها احسن زي حاجه دلوقتي عم ممكن توريني بس الصوره؟ صورني 20,000 صوره وتعالى وراني دلوقتي عشان نطمن. عشان انا مش واثقه بصراحه في الشخص اللي قدامي، حتى وانا عارفه ان هو جامد، بس بحس ان انت جامد يعني، بس تمام يعني هتيجي عليا ومثلا وتبوظ. فالمهم يعني حسام اختار وديان. وديان بجد شاطره قوي 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 وسريعه، وجات لي 7. انا معادي 7، هي جات لي قبل 7 فرشت حاجتها وحطت حاجتها 7 بدأنا. برافو. فاهمه؟ هي شاطره قوي. فهي بجد ساعدتني اشتغلت جدا معاها كتير جدا كمان، جدا. فانا بدي اكسبيرينس بقى اللي انا اشتغلت معاهم وعارفهم ومواعيدهم مظبوطه بجيبهم. كانت مطلعاكي يارا. لما شفت الصور بتاعت كاتب الكتاب، يا بني ادمه طبيعيه زي ما بنشوفها في الصور هنا على الانستجرام، شايفينها في صور فرحها. بالعكس خلت ملامحي باينه احلى، خلتني باينه كيوت وهاديه. ما شاء الله. ودي مش من عادتي، لان انا بحس ملامحي شارب، مش ملامحي مش هاديه. لكن هي ملامحها ما شاء الله مرسومه. لكن هي بقى يعني انا بحس ان انت ملامحك ما شاء الله شكرا. فرعوني او مصري كده ومرسومه بسم الله ما شاء الله. لكن هي بقى خلت وشي يعني مريح بريء كده شويه. مش وكان لايق قوي على اللوك، كان سيمبل قوي. ده حقيقي. بس فهي بصراحه انجزتني وخلصت الميك اب بسرعه جدا، وفي ثانيه خدت حاجتها ومشيت. يعني ما حسيتش بجد بوجودها خالص، فهي كانت شاطره قوي. بالنسبه بقى للفستان، وده كان عندنا مشاكل معاه كتير. احنا ما كناش مقررين الشكل ده. انا كنت عايزه اشكال تانية خالص، وحسام كان بيقنعني بالشكل ان هو يبقاش فيه اي شغل، كنت عماله اقول لها انا بقى عايزه البس طرحه عشان خلي بالك احنا لسه هنعمل فرح. وانا بالنسبه لي لا، انا عايزه اعمل. هنروح للنقطه دي دلوقتي. انا عايزه اعمل كل حاجه. ثانيه واحده عشان احنا جايين للنقطه دي، عشان انتوا بتفاجئونا. انا في كاتب الكتاب بجد كنت عايزه اعمل كل حاجه. عارفه انا لما تبقي عايزه تعملي ما بقول لك انا لما سبتها تعمل كل حاجه عملتها مع صحابها، فهي عملت كل حاجه. ساب لي البوينت دي، فعملت كل حاجه بجد. كل واحده في صحابها هتلاقي ناس بتوع تنور بيعملوا في الفرح. كل واحده من صحابها البرايد ميدز في الفرح ان شاء الله عربيه مرسيدس. بس الفستان بقى بتاعي بصراحه كنا محتارين نروح لمين. في الاخر رحنا لميرنا. ميرنا بجد رغم ان هي كانت حامل هي ولدت حرفيا، هي ولدت فكانت بكتابي. يعني هي ما جاتش كاتب كتاب لان هي كانت بتولد يا حياتي. فهي كانت شغاله في اصعب فتره في حملها على الفستان في التاسع. وبطنها كانت كبيره جدا وكانت تعبانه والدنيا كانت معاها صعبه. المهم يعني ان احنا قعدنا معاها ميتينجز كتير جدا لحد ما وصلنا لشكل الفستان ده. اللي بتتجوز الفوتوغرافر دي حياتها عامله ازاي؟ اعتقد بتبقى شخصيه سعيده جدا. عارفه اللي يقول لك يا لو فتحت محل شاورما هقعد اكل شاورما كل يوم ببلاش. ما بيحصلش. لا 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 يارا، انت صورك على الانستجرام حلوه جدا وكلها حسام اللي بيبقى مصورها لك. دي حقيقه، بس عشان هي بتقول بس صورني. ماشي، بس الصور بتبقى حلوه، فانت اي وقت بتطلبي منه بيصورك ولا ساعات بيجي يقول لك انت عمرك ما قلت لي كده. بقول لك انا مش فايق بقى وانا جاي من الشغل عشان لا 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 ده بصورها كتير قوي بقى على كده، وبقعد اصورها، بقعد اقول لها اقفي هنا احسن. المشكله في حاجه
ايه اللي بيحصل؟ لا ثانيه، لا المشكله اللي هي مش بتبقى هعدي. متضايقه ان انت بتوجهها. اللي انا بوجه، هي اللي عايزه توجه، بقول لها ما تعمليش كده، ده شغلي، ده انا لو حد قال لي كده في لوكيشن اموته. لا انا بقول لا ما تصورش كده، انا شايفه نفسي تمام وشكلي حلو من الناحيه دي، فصورني من الناحيه دي لا مش من انت الناحيه اللي انت يا عايز. ريتها بتقول كده. بص اوف، ايه ده؟ مش انت عارف ان انا بحب اتصور من فوق؟ انت ليه مصورني من تحت؟ شوف البني ادم لما ربنا يديله فاهمة؟ الحاجه اللي او ما كان انا اقول لها بيتمناها بيعمل ايه. ماشي. شوف البني لا، ادم. عارفه بقى اقول لك على حاجه، لو حد مثلا من المصورين عندي آه. بيصورنا آه. نفس الكلام. لا لا، ما انت كان بقول لك كان المفروض لازم تعمل اشوف، كذا. لازم اشوف مصور ازاي. لا ماشي، بس لازم بتشوفي اتاكد. وتعترضي طبعا وتغيري طبعا الموضوع. طبعا. ايوه طب لا طب كتير، بامانه يعني ممكن بامانه. نقعد ساعه وانا مثلا. هتصور كام مره يعني؟ طب معلش بامانه، تصوري لا كتير تصوري يعني. كتير لا بالاوتفيت ده ما هتصور احنا كام مره؟ اوكي. كتير برضه. هاجي المكان ده كام مره؟ بعيدا عن الاسئله الوجوديه بتاعتها دي، بامانه بيطلع رايها صح في شيء من الصح. يعني اصلا انا بشوف لا بصراحه الصور بتطلع حلوه. لا والله لا. ما هو لا ده خلاص احنا غروره مش دخلنا له. حلوه. ده لا غروره هو اللي بيقول له غرور كده. ايه؟ حقه ده غروره بقى اللي خلاص بيقول له بقى. كده. بس انا اصلا انا فهمت خلاص السايت بتاعها، فهمت تحب تصور ازاي. انت لو لاحظت حاجه، كل صور يا عامله كده كده، فاهمه؟ طب ليه يا بنتي هو انت تصوري من بتتريق الجنب عليا؟ التاني؟ اه الجنب التاني شكله حلو. بس هي بتعرف تموديل برضه، هي شاطره في حته ماشي هو انت بس الموديلنج بتتريق وانها عليا؟ تديك لا مش بتاع بصي عليكي انا بتصور يا بالناحيه حبيبتي، مش الشمال بتاع بس، عليكي. انا مش بصور بتصور بالناحيه الشمال باليمين بس. خالص. ليه ده حقيقي. بقى؟ عشان ده نفسيا عندك لا بيقولك عشان انا اللي وشي انا معوج. هنا احسن. مفيش حاجه اسمها وش كلنا معوج. بصي كلنا وشنا معوج. كلنا عندنا انت مشاكل مش في وشنا عربيه. اصلا. انت مش وش معوج. انا وشي من هنا غير هنا، بس عشان انا وش دي حاجه السيمتريه حلوه. كده كده اللي انا مش وشي مظبوطه. اتصوره من هنا لا انا شويه، ووشي السيمترية اتصوره من هنا. عندي. لكن على ما فكره انت زي القمر، مش يعني ما يابا تقعديش بس، تفتكري بس كل البنات حاجات. كده على ايوه مش فكرة. يابا بالظبط بس، اكيد. هتلاقي كوبايات من الناحيه دي. كل ايوه البنات بتحب بس ناحية معينة يابا، طب بتصوروا اقول لك على حاجه بيها. سيبا، ممكن بعد اذنك مم. لما نخلص مم. تمشي كده تروحي تمسكي اكونت يابا، اتفرجي على الصور دلوقتي هفتح دلوقتي. بصي عندي صورتين بس بالناحية دي، كلها كل صور كده. ايه الصور ده؟ من دي هنا. حافظه الصور اللي والصورتين كان هو اللي مصورهم لي اللي من انت هنا. عشان وكانوا كده عاجبينك صح؟ انت عشان كده حاطه اه. البيرسينج في الشمال عشان انت بتحبي اه. تصوري زيي بالظبط. انا كمان حاطه البيرسينج في الشمال. اغلبيتنا ايوه كده. احنا لما بنلاقي عروسه حاطه البيرسينج في الشمال ما بنسالهاش البروفايل بتاعك ايه. بس كده خلاص شكرا. اه اللي انا هو عرفت كده البروفايل. تنبهر بقى، هي ايه ده انت شاطر قوي. اول ما انا اقول لها ايوه انت وشك من الناحيه التانية تحفه ما شاء الله، فتحس بقى ان انا فنان، وهي اصلا يعني يا ناقص حبيبي ما انت فنان. تشاور. انا ما حدش ما انت فنان هيصورني فعلا. بعد كده غير انتيكا. ما انت فنان فعلا. طب خلاص، يعني الموضوع ما طلعش زي ما انا متخيله، انتوا احبطتوني. في ايه؟ في انا كنت انا متخيله بقى بقول اللي له متصوره حبيبي ممكن الفوتوغرافر تصورني دي او اقول له مش بتتصور عايز في كل تصورني، اوكي. يقول لي لا مش عايز. ما هم اللي بتعملي فيه. ما ايوه الراجل عارف بقى هيحصل فيه ايه. وساعات بيبقى قدام الناس. ساعات انا اصلا بقى ما بحبش حد يبقى عارفنا او حد يبص لنا في اي مكان في الدنيا. مم. ده انا بتوتر، ده ما انت ببقاش بتتكلم عايز في اعمل حاجه اي حاجه. مستحيله، ما الناس كلها عارفين انتيكا وعارفين يارا. قولي لا له مش بقى، الناس قولي له يعني كلها، مش الناس لا كلها لا عارفه مش ان الناس مش كلها هيسلم. مش بس. الناس كلها عارفه ان احنا متجوزين. على فكره في لا ناس، وايه ده؟ انت في ليه ناس بتتكسف بقى؟ ليه يعني مثلا بيكسف جدا، ما يحبش يعمل اي حاجه قدام اي كسف ولا حد. بتغير؟ بيكسف. ولا بتغير؟ بتكسف. اغير من ايه؟ يعني مش بتغير ان الناس باصين فتحس ان حد بيبص لها او كده؟ لا انا بتكسف. بتكسف. بيكسف لا. من ان الناس ماسكين ايد بعض او بنصورني. هي مثلا احنا مثلا في ماشيين في مول عادي، مره واحده تقوم فبدال ايديها كده وتقعد تبص لي كده. احضني. دي حركه بقول لها البوبو بقول الدبدوب. لها احضني. ايوه دي يارا حركه الدبدوب. يارا الناس بص علينا بتعملي ايه؟ تقول مالها لي دي ويسيبني مشكلة؟ ويمشي. بس ايه الناس اللي فعلا بعمل كله. ايه؟ طب اقول لك الكلام ده لو هو احنا مش متجوزين. عارفه لو حضنتها شيلني بقى يعني ايه أيوة. الموضوع هيتطور بقى شيلني ما بقى تقفرش. بوسني. ايوه ما ايه تقفرش يا حبيبي. طب مش هقول والله لك بص شيل. اقول لك تجزريش على حاجه يا انت في الحته بتعمل. دي بصي انا كنت هنا وقلت ان انا اللوف لانجوج بتاعتي الفيزيكال تاتش، فانا عامله زيك، فاحنا ان احنا الاشكال الدباديب دي بتعرف بعضها. هقول لك حاجه عارفة إن يارا أنت كمان مثلا كده. نبقى في مكان ومش عايزه تقول لي مثلا اعمل لي حاجه، مم. فتيجي توريني حاجه تقوم مديالي خدها كده مم. عشان ابوس خدها. حاجه كيوت جدا دي فايه حاجه كيوت. الناس كلها بصالي. مش الناس كلها على فكره، انت بيتهيأ لك ان الناس كلها بصالك حتى الناس كلها مش بصالي. احنا مفيش ليه حد بنعمل ده بص. دلوقتي حالا؟ بديك خدتي بوسني. احنا في الشغل يعني مثلا بوريها الصور على الكاميرا في شوت، فتيجي تقول لي ايه ده حلو قوي. انا شايف انت بتعملي ايه بجد؟ ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ والله العظيم عسل جدا. مين بيغير اكتر من التاني بسرعه؟ يلا
عشان مفيش فرصة هو يغير. بص ردت في صدرك قتلتك. ايوه بس هو اللي انا بيغير دي اكتر، لكن مفيش كلمة. فرصة هو يغير. انتي وان واي. انا مش الحمد هديك. لله برافو الحمد عليكي، لله، بس شاطرة. لا عشان هو اللي مخليني كده، ايوه، لان مفيش اوبشن. شخصيتك كانت مرحة اكتر مثلا في التعامل، كنتي اوبن اكتر، هو هدى الدنيا شوية. بصراحة حسام بتعليمات ولا غيرني. بالهداوة كده؟ لا بهدوء بهدوء، هو كان اتفاق. انا 1 2 3 انا مش صح. انا لما متقبله. بجد جيت قلت لها هروح اخطبك، انا قعدت معاها، قلت لها في حاجات حلوة قوي. ما بنجيش جنبها، صح انت مش كده. هتيجي جنبها، مش بقى نتناقش فيها. مم. فلو انت عندك مشكلة فيها احنا مش هنكمل، يعني خلاص هو الموضوع هنا كده. وهي نفس الكلام، قالت لي في حاجات ما تجيش جنبها، فاهمة؟ ثوابت. مش هنعد، ثوابت. مش هنيجي جنبها. جميل قوي حوار هي بتحب الاتفاق ده. كلمة ثوابت قوي. بتحبي الكلمة دي؟ بتحب لان انا كلمة، دايما تقول لي كنت ايوه انا بقول عايزة له، في ثوابت في انا العلاقة. كنت بقول له لازم يكون في ثوابت. ايوه، مسلمات كده ما ينفعش نخرج عنها. بالظبط، الثوابت دي هي اللي احنا هنمشي عليها، زي مثلا الفهرس بتاع الكتاب احنا ما برافو بنخرجش عليكي. عنه. برافو عليك. هو ده اللي احنا كلنا ماشيين عليه، فاهمه؟ فاحنا بقى عملنا كده. فكان عندنا فانا جيت ثوابت. قلت لها انا في 1 2 3 4 5 ما تجيش جنبهم، عشان عملتيهم دلوقتي، بعدين مش هنكمل. كده كده مش هنكمل، يعني في ده حاجة بسم من الله 1 الرحمن ل5 الرحيم. انت حسيت ان هي مزمزقة فيها؟ 1 ل5 ايه؟ لا، كنت متصالحة بصراحة. لا مفيش مفيش حاجة بصراحة. كنت طب انت من متصالحة. جواكي في اقول حاجة لك ليه حسيتي ان كنت هي متصالحة، لان تو هو ماتش؟ لا كنت متصالحة لان هو ما كانش بيطلب مني حاجة غلط. مثلا بيقولش مثلا لو ما قلعتيش مش هكمل، لا هو كان بيطلب مني ان انا في اوقات كتير مش هينفع البس فيها اللبس اللي انا عايزاه. وكل فيز، يعني كل كان ليها وقت. فترتها، يعني الاول كنت عادي، لما بدات الموضوع بدا يدخل في الجد قوي بقى، في كل ما الموضوع بيقفل عليا قوي. يعني الاول كنت براحتي جدا، كل ما بنقرب بناخدها ستيب باي ستيب كل مرحله بالظبط بالتدريج، علشان ما يبقاش هو خدك مثلا من الدار للنار زي ما بيقولوا. هو لا. بالتدريج، وده تفكير عاقل جدا. يعني بقى عندي وقت برجع فيه، بقى عندي فكره ان انا مش بسافر لوحدي، مش بسهر عند حد، ما بسهرش اصلا لوحدي. يعني لو سهرت كل فين وفين مع حسام، فيش سفر لوحدي، فيش بيت عند حد من صحابي ولا من قرايبي يعني خالص. فيش يعني موبايلي معلهوش رقم ولا راجل ولا ولد بصراحة، ودي كنا متفقين عليها برضو. اكونتاتك اكونتاتي برضو ما عنديش حد، مش عامله فولو لحد، الا بقى لو ناس بتعمل اكل. ناس بيني وبينهم بتتابع ناس بقى، بيني وبينهم 60 قاره، فاهمه؟ مجرد فولو كده بس. بس لكن ما عنديش خالص، وانا بصراحه متصالحه، لان هو ده الصح. انتوا اتفقتوا. اصل الطبيعي ايوه احنا وحتى لو احنا حتى لو احنا ما اتفقناش، فانا مقتنعه من جوايا ان هو ما بيطلبش مني حاجه غلط، هو بيطلب مني حاجه، هو ده الصح. يعني ربنا اكيد هيبقى مبسوط مني لو ما بكلمش حد، ربنا اكيد هيبقى مبسوط مني لو انا ما بسافرش، ما بقلعش، ما فاهمه؟ فهو برضو بيساعدني اكون احسن. شطوره. بس طيب ايه الحاجه، يعني دلوقتي كده وانتوا قاعدين، ايه الحاجه او ممكن ما فيش، بس في حاجه حد فيكم حس التاني كان يعني وهو بيعملها ده علشانك؟ على فكره يعني انا في العادي انا نفسي افضل اعمل الحاجه دي، بس عشانك انت مش هعملها. في عندي يارا وفي عندك انت كمان. انا بصراحة كل اللي بعمله انا دايما بقولها كده علشاني وعلشان ربنا، يعني علشان ربنا الاول وعلشاني. وانتي لو حطيتي الكونسبت ده في دماغك هتلاقيكي بتعملي كل حاجة انا عايزها. يعني فاهمة؟ انا بطلت اصاحب واقابل وانزل واروح واجي واسمع. انا حتى المزيكا دلوقتي مقللها الحمد لله بالعالمين. و يعني داخل في، يعني بحاول اصلح حالي دايما، بحاول اقرب لربنا اكتر. انتي لو مشيتي بما يرضي الله هترضي الشخص اللي معاكي. صح. بالزبط. انا لو برضي ربنا، بصلي، مراعيه ربنا في بيتي، في علاقاتي بالناس، في اهلي، في اهله، في تربيه ولاد بقى، ايا كان، طول ما انتي مراعيه ربنا فانتي بترضي الشخص اللي معاكي. انا برضو بسيطه كده. فانا بالنسبه لي ما فيش حاجه بعملها عشان اي حاجه غير اللي انا ابقى قريب من ربنا، عشان تبقي مرتاحه يعني في العلاقه. هي كمان لما فكرت في التفكير اللي انا بفكر فيه ده، احنا الاتنين بقينا ارتحنا. احسن. ده اتفاق لو عظيم. انا كنت بعمل حاجات عشانها، هي اول ما هتخانق معاها هنبوظها الكلام ده. صح. فانا بحاول اصلح نفسي وبحاول اقرب من ربنا. يعني انا مثلا لو في حاجه مش عاجباني في حسام، بيكلم حد او بيعمل حاجه او في طريقه مش عاجباني، مش بقول له مثلا لا لازم، يعني حتى لو قد ايه، لو قعدت 100 سنه اقول له انا ده مضايقني، مش هيتغير، هيعملها بس لازم اقول له، بقول له ده ما يرضيش ربنا. يعني انك تبقى طريقه الكلام دي مش هترضي ربنا،
طريقه الحوار ده مش هيرضي ربنا، فساعتها يبدا يراجع نفسه تاني. لو قلت له عشاني مش هيتغير عشاني، فاهمه؟ وده الصح بصراحه، عشان ما تتعشميش بزياده ان حد هيتغير عشانك، مش هيتغير عشانك، هيرجع تاني بعد اول مشكله، هيرجع يعيد المشاكل لا من بس الأول. في حاجات بتتغير فعلا عشان البارتنر. انا طبعا مؤمنه جدا بالفكره اللي انتوا بتقولوها دي، ان في حاجات، بس ممكن الحاجات اللي انتوا بتقولوها مرتبطه اكتر بالحرام والحلال، مش بالسلوك، مش بالحاجات اللي هي البسيطه اللي الواحد ممكن يعملها ما تكونش بتغضب ربنا عادي، بس ممكن تكون بتضايق بقى النفس البشريه اللي انت بتتعامل معاها. ايوه فاهم. ففي حاجه زي دي انتوا حسيتوا ان انتوا غيرتوها علشان بعض فعلا؟ يعني انا غيرت حاجه علشانها. انا مثلا كنت لما بتضايق بتعصب بعلي صوتي. انا مثلا ماليش في شغل البيت خالص. واي حاجه ما تحبش تعمل حاجه، بحبش. واي حاجه دلوقتي بعملها فبعملها عشان البيت وعشان حسام، عشان ده الصح، وعشان احنا عايزين نبني بيت، وانا انت عايزه ترضيه، ما بعرفش اعمل حاجه خالص. لا بنضف، جايبه اكل جايبه لانش بوكس كده شنطه قد كده دلوقتي لانش بوكس لا بعمل ايه ده؟ مين ده؟ ايه تعمل لي اكل الدايت؟ انت قعدت فتحت العلب قدامنا كلت. أيوة أنا واكل يا جماعه كتير على فكره ما شاء الله. مش عارفه نسي. جايبه له ايه؟ كنت جايبه له فاهيتا رز، باين. لا رز وبانيه بس بقطعه له صغير. كان جايبه بقى علبه رز وبانيه وسلطه وهوت صوص حاجات كده. لا كانت مظبطاك. فلا الكلام ده فعلا ما شاء الله. يعني انت بتحاولي ان انت تكوني ست بيت. بحاول. وانا كمان بحاول تفطرك، عشان مفيش واحده اسمها ساره بعد الشر تفطرك هي ولا حاجه خالص. وانت ايه الحاجه اللي حسيت انك بتعملها عشان خاطر يارا؟ انا بكبر دماغي كتير. ده كده ايه مش هتمشي. لا ما انت مش هتمشي. لا بكبر دماغي كتير، اللي هو ممكن تقول لي على حاجات كتير قوي، فاكبر دماغي واعملها، مع اني ممكن اتناقش فيها وانا اطلع صح. ايوه. او مش هعملها. فبكبر دماغي وبعملها. كل عيش يا حسين. بس كده صح الفل بقى. بس انا برضو لما بقعد ايوه انا بالنسبه لي من وجهه نظر الرجاله ما تقول لي تمام، انت هيجرى لك ايه لو قلت انا ساعات بقول لها اضحكي عليا وقولي لي تمام. انا بتناقش حاجه قولي لي تمام. انا بتناقش كتير جدا. لا هي يارا شخصيه وعايزه حد يقنعها. ايوه اللي هو يعني انت عندك بس والله انا مش الشخص ده مع حسام خالص. بحاول ما بقاش الشخص ده. لا هي ليه الشخصيه مش وحشه؟ هي مش وحشه ان انت يكون عندك شخصيه. انا ساعات بقعد اقنعها 3 مرات 4 مرات، بعد كده بتخانق بقى. بنوصل للي انا بتخانق. لازم تكبري. ايوه. طيب بمناسبه الخناق سبحان الله، مين اكتر حد فيكم بيتخانق واي كان تيل؟ انا اقسم بالله من 2016 الخناقات بتبدا من عندها. خناقات مش بتيجي من عندي. مين اكتر حد فيكم بيتخانق قولا واحدا؟ يارا طبعا. يارا ده دي الكوبايه دي تقول لك يارا هي اللي بتتخانق. طب يارا بتتخانق بناء على ايه؟ بناء على ولا حاجه. لا بيبقى رد فعل الفعل. مش الفعل بيضايقني فبيبقى عندي رد فعل بينتج خناقه. أكيد. يبقى مين السبب؟ هو حسام. ايوه بص شفت طلعت غلطان. حسام اكتر شخص بيقلب الترابيزه عامه. اوكي. يعني لا خالص بيقلب الترابيزه. لا والله انا حاسه ان انا قلت كلمه الرجاله عموما كتير في الحلقه، فخايفه حد الرجاله يهاجمني ولا حاجه. الترابيزه والله بس يعني بنتخانق في حاجه. خلينا في الحاجه دي نتخانق فيها. حسام بيعرف يقنعك كويس جدا ان انت الغلط راكبك. اوكي. مش بيقلب الترابيزه. قلب الترابيزه ده مثلا ممكن يكون شخص بيتبلى عليكي، لا ده بيقنعك ان انت شخص غلط. طب وانت مش بتبقي شخص غلط؟ دي ايه بقى الحركه لا عادي دي؟ ممكن تتفوت. دي حركه دي خبره شغل وكتر الهندله والتعامل والله هنا ومش عارفه مين هنا. فبقى خلاص بقى انا سهل جدا عليا اقنعك ان انت زي الرجاله اللي بتشتغل دي بقى، اللي بتشتغل بدماغها انت فاهمه. ما هو بيعرف يقنع نسخ كده. اذا كان بيعرف يقنع العروسه ان هو ما يصورهاش الساعه 10 ويصورها السااعه 5 عشان هو بالظبط كده. واحده مدياك اليوم الوحيد في حياتها اساسا هتقنعها. ايوه خلاص هتقنع الست الغلبانه دي عادي. صح. ايه المخاوف اللي كانت عندكم من قبل؟ يعني ممكن السؤال ده يكون موجه لحسام اكتر. المخاوف اللي كانت عندك عن الجواز من قبل ما تعرفوا بعض. ده انت تروماتايزد اصلا. اي حاجه ليها علاقه بطليقتي او الشخص يعني اللي كان معايا الاول. هي بس بتلمسها اساليها بنهار. اوكي. بيحلم بكوابيس. بنهار.
بقول اوعي. بيحلم بكوابيس. بيصعب عليكي؟ لما بيحلم بكوابيس بيصعب عليكي. بقعد احلم بكوابيس فعلا وحاجات بيحلم كده بكوابيس الموضوع يعني. مسيطر عليك لغايه دلوقتي يا حسين؟ لا لا انا ناسيه. هو اول ناسي، بس ما بس أول ما بتعمل يحصل حاجه حاجة عارفه لو قالت بس كلمه شبه في مشابهه بعض الكلمات ما بقولهاش او لان او هي موقف او حركه مشابهه في بنهار بعض هي عارفه. الكلمات ما بقولهاش. امم في بعض الكلمات ما بقولهاش خالص لان الناس اللي كانت في حياته كانت بتقولها. مم. وده من اول يوم يعني. في ده ضغط كلمات عليك. كده الاول كان ضغط، بعد كده خلاص اتعودت. مم. فاهمه ان الكلام ده ما بقولهوش يعني مم. لدرجه ان انا لساني ما بقاش يقوله. انا متعوده ان انا مش هقول الكلمه دي، مش هندهله بالشكل ده. فاهمه؟ مم. بس عشان هو الحاجه دي لمست معاه قبل كده. اي فعل بقى او تصرف بيطلع مني دلوقتي شبيه لاي حاجه هو عاشها قبل كده، حسام ده بيتحول. بتبهدل. بمناسبة الفيرز، ايه الفيرز اللي كانت عند اهلك انتي نفسهم لما قلت لهم مثلا اصل هو مطلق وكان في خبرة خطوبة قبل كده، ده غير اللي احنا ما نعرفوش اكيد كان في ارتباطات وحاجات تانية. فكان ايه وجهة نظر؟ يعني انا مثلا لو بنتي هحاول ان انا اقول لها طب يا حبيبتي الرجاله ما خلصتش. هنريثينك الموضوع، يعني طب ليه ناخد حد عنده خبرة وكده. كان اكيد اهلك كان عندهم بصي انا عندي التفكير ده. حيل في الاقناع مم. مع الناس اللي انا عارفاها قوي. مم. فانا كان عندي حد قريب جدا كان متجوز ومطلق واتجوز. فانا قلت وعايش لهم طيب happily ما ever after، فاهو نسخة قدام. ما متجوزه اهي واتجوزت التاني، ايه المشكله؟ مم. وانتوا تمام. وحد قريب قوي 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 قوي، اوكي. مش هقول مين يعني، بس حد كان قريب مني قوي وكان متجوز. فهم ما حدش قدر يرد عليا، ما احتجتيش تخططي. ما حدش قدر يتكلم معايا في الموضوع. اوكي. وانا يعني رتبت كل حاجه في موضوع الجواز مم. والقعده مع الاهل دي بحيث ان محدش يسالني في اي حاجه. طب انت بعد كل اللي شفتيه التروما اللي عنده كده، حسيتي فعلا ان انت ممكن تكوني مش كفاية في العلاقة دي؟ يعني ممكن هو يكون تروماتايزد اكتر من ان هو يحس المشاعر كلها ناحيتي، او يعني ما خفتيش؟ بصي لما بنتخانق هتعيط دلوقتي مثلا؟ لما بنتخانق بجد بحس ان انا ساعات بحس ان مش انا مش كفايه، وان انا يعني بجد عملت حاجات كتير قوي عشان ما بقاش شبه حد. بس برجع لما بهدى بقول هو مش ذنبه، يعني هو خوفه مش ذنبه بسبب الحاجات اللي هو عاشها. فانا هستحمل لان انا من الاول رضيت بالامر ده. انا كنت انا حطيت نفسي في المسؤوليه دي وانا هبقى قدها. فانا هبقى قدها لان مش سهل خالص ان انتي ترتبطي بشخص عاش حاجات وحشه. الحاجات دي هتطفح عليكي. يعني انتي هتشيلي مسؤوليتها، انتي هتتقارني بالناس اللي كانت في حياته رغم انه مش ذنبك، بس غصب عنه هيقارنك بيهم. فانا في وقت الخناقات لما بنبقى بجد بنتخانق قوي بحس ان انا مش كفايه، بحس الاحساس اللي انتي بتقوليه. بس بعد كده بحس لا، انا وصلت لشوط كبير قوي في ان انا اثبت لنفسي كمان ان انا مش شخص سيء. يعني وجودي معاه وثبات علاقتنا وكده بيحسسني ان انا لا، انا مش شخص سيء. انا عملت حاجات كتير حلوه. انا عاشرت وقت طويل، انا عاشرت اهله خليتهم يحبوني، وهو ما كانش هيتجوزني خالص وانا خليته يحبني. ايه يا حبيبي استني هنعمل برنامج كنا لسه بنضحك. بعد كده خلاص ببقى تمام، بحس ان انا عديت شوط كبير فانا تمام. هي مجرد خناقه وخلاص. فاهمه؟ بس كده. انت بقى حاسس ان هي فعلا في شبه او في علاقه ما بينها وما بين في ايه هيعيط هو كمان ولا ايه؟ لا ما بيعيطش. لا انا مش عارف. اخر حاجه في العالم ممكن اعمل. حسام ما بيعيطش. يا جماعه ما تحسسونيش ان انا السبب. لا ساعات يعني بعيدا عن في الخناقات بس، وفي حاجات. بصي انا يعني هكدب عليكي لو قلتلك لا، بس عشان انا كل حاجه ممكن اوصلها بالظبط. اللي هو ايه ده دي انت كانت غصب بتعمل عنك هتقنعي زيك. نفسك. ايه ده دي كانت انا فاكر هي كانت بتتكلم وبتقول كده. ايه ده مش عارف. فاهمه؟ بس على فكره ده نابع لانها ست زيها. ده نابع لان انا بربط قوي الاحداث. لا عشان هي ست. لا انا عارف حاسس. انا اقول لك على حاجه، لو اتخانقت مع واحده انت اصلا مش مرتبط بيها خالص، في وقت من الاوقات هتلاقيها يارا. انا عمري ما بتخانق مع واحده مش مرتبط بيها عشان كده ما خالص. تعرفش ده. يعني انا عمري في حياتي في الناس اللي اعرفها في حياتي كلها اتخانقت معاهم. ده بقى اللي بستغربه. يعني انا جت فتره قلت لها هو انا
انا بسافر مع صحابي، مم. بقعد معاهم سنة. صحابي اعرفهم بقالي 20 سنة. ولاد الناس في وبنات. الشغل الناس في مم. الشغل بشتغل معاها وبنشتغل بمبالغ وتحت ضغط. تمام. انا عمري ما بتخانق مع حد، عادي. عمري عشان ما. الناس دول علاقتك بيهم سطحية سطحية. جدا. لا حتى اصحابي والله. علاقتك انا بصي في صحابي كلهم. انا مش هتخانق مع صاحبتي زي ما هتخانق معاك. وبعدين صحابك ربنا يخليكم لبعض ما شاء الله، واضح ان انتوا سيف زون كده مع كاجوال، بعض. هم علاقتهم كاجوال ومفيش ما فيهاش حد مشاعر اللي زينا. هيدخلنا في حته ان احنا بنتخانق الا اذا كان ما بيننا يا شغل يا ارتباط. فلو انت بينك وبين صحابك الشخصيين العلاقه حتى لو فيها شغل فهو شغل كده، يعني كل واحد عارف البوزيشن بتاعه وكل واحد بيأدي دوره، مش هتخانق. مش عارف، بس انا بحس حتى يعني في اول علاقتي بيها بقول لها اليوم اللي انا بنزل اخرج معاكي فيه لازم نتخانق. مؤشر ايه صحي ده بقى؟ ده عادي، ده مؤشر صحي واي راجل لازم يبقى عارف ان ويعني انا الخناق مثلا مؤشر يعني صحي. بص، اليوم ده لو نزلت مثلا مع عثمان ومغني مم. خلصنا اليوم احنا مبسوطين، ايه ده يابا نزلت معانا اتخانق. خلاص بقى ده في حوار مم. كده كده، فاهمة؟ وفي الاخر عثمان ومغني والناس كلها اللي معايا بيبقوا هم مكسوفين انه اللي ده بيحصل، حصلت الخناقه قدام. فاهمة؟ فانا ببص كده بقول لا 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 لا، احنا ما ينفعش نخرج يعني عرفت بقى ليه الناس مش بتخرج مراتاتها مع اصحابها. ده حقيقي. فاهمة؟ ليه؟ خلي كل انت خليكي في وانا البيت كمان ما احبش اخد نوحش جوزي بعض. معايا خروجه ليا انا واصحابي، مش عايزه اخده معايا عشان انا حاسه ان ممكن اي وقت نقفش مع بعض فيبقى شكلي ايوه، وحش وفي قدامهم. حاجات تتريجر كده على طول. اه. وبعدين انا ساعات بحس اصحابها يعني ممكن اقول لها صحابتك تقيلة، فانا بجادج على اصحابها. طب ما تنزلنيش اصلا، انزلي انت واصحابك اتبسطي ونوحش بعض مم. ونيجي نحكي لبعض يومنا عامل ازاي وبتاع. ما فيش لكن مره رحنا فيها مدينه نصر غير ورجعنا مدينه نصر تحديدا نرجع طول الطريق بنتخانق من مدينه انا نصر بتكلم في كده. معمول لنا عمل باين في سيتي ستارز ولا حاجه. لكن انا هرجع واقول لك تاني اللي الموضوع كله متعلق معايا، بخاف لا تيجي جنب الحاجات اللي كانت بتحصل قبل انت كده. بتترعب. فاهمة؟ فبقبل انا بقى الاول يعني، بشغل بقى الديفنس بتاعي على طول. لو فكرت تشوف حد يعني حد سبيشالست ترابي يحل لك وبتاع. يحل لك يعني الموضوع رحت ده. كتير قوي بس انا اصلا مش بنتظم معاهم يعني، هما ببقى كويس ببيعهم، فاهمة؟ ما بروحش. تبقى كويس ازاي؟ بدواء ولا جلسات؟ لا ببقى كويس بس عادي انك بتتكلم. سيشنز مم. لكن هي ابتدت تروح مؤخرا، بس هي بقى فارق معاها قوي، ما شاء الله. بس ما بقتش تروح يمكن مؤخرا. هي عشان ما عندهاش تروما، يمكن عشان انت عندك هي عندها مشاكل تروما. تانية بقى. مشاكل لكن مش مفيش يعني بصي انا تروما عندي كبيرة انا او عندي كده. مشاكل مع عيلتي. اه فما كنتش عارفه ان المشاكل دي بتاثر على علاقتي بحسام. اكيد. يعني احنا بقينا نتخانق كتير قوي 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 الفتره اللي فاتت. Reflection. انا هروح لثيرابيست. فرحت اكتشفت بقى ان انا عندي مشاكل من وانا وانتي صغيره. ما كنتش بتعدل وانا صغيره. فالمشاكل دي انا بتخليني علي الاكسبكتيشن مع حسام. وده اللي ايوه بيخليني الثيرابي بتاعتها ما قالت لها كده تحضني بالظبط. ما تحضني في الشارع فعلا. اللي أنا هي انا بتبقى هي قالت لها انا فاكر والله، هي قالت لها ايه؟ قالت لها انت بتبقى متوقعه منه حاجات كتير قوي وهو اصلا هي مش موجوده عنده لان هو مش مطالب بيها، بس هو ده مش المفروض نابع. يديكي الحاجات دي. فاهمه؟ انتي بس توقعك ان اهلي ما اخترتهمش فمش هختار يعملوا لا، معايا انا ما ايه؟ كنتش رابطه الموضوع اصلا. هي اصلا عمرها ما ما تخيلت. تخيلتيش ان دي حاجه انا تبقى بالنسبه لي عندك حسام قبل مش كده. بيحبني كفايه، مش بيقدم لي كفايه، مش أوكي. بيعمل لي كفايه، مش مديني وقت كفايه. وحياتي كلها عباره عن حسام. بس الصح ان حسام يكون جزء من حياتي مش حياتي كلها. صح. انا لو كان عندي اشباع في حياتي بالحاجه دي وانا صغيره ما كنتش هرمي اللود ده على حسام دلوقتي. فعشان كده هو مش مطالب بده. هو الصح ان هو ليه حياته وانا ليه حياتي. هو جزء من حياتي وانا جزء من حياته. لكن هو ليه شغله وده مش وحياته بيقلل من وصحابه. حبنا لبعض بالعكس، ده خالص. الصح. دي العلاقه الصحيه. اللي مش صحي ان انا ابقى طول الوقت عايزه اهتمام، طول الوقت عايزه حب، طول الوقت عايزه يكلمني. انا كنت كده، كنت بجد صعبة قوي. وكان اغلبية خناقاتنا بكده. انت مهتم بصحابك اكتر مني، انت مش بتكلمني كتير، والشغل انت مش بتتصل بيا ليه؟ كتير، انت بتروح الشغل كتير، انت بتقعد وقت طويل في الشغل. وهو حسام ملوش ميعاد، يشتغل وقت ما يحب يشتغل. يعني وقت ما يبقى وعنده ميتينجز بمزاجه وكل حاجة بمزاجه. فانت بتدي كل حاجة من دول وقت وما بتدينيش انا وقت.
لما رحت بقى للثيرابيست قالت لي ان انا وانا صغيره ما كنتش باخد اهتمام كفايه من اهلي ولا حب ولا اي حاجه، فده اثر عليا خلاني عايزه ده من الشخص الوحيد اللي انا بحبه دلوقتي. انت هتديني كل حاجه 100%، هو مش المفروض يعمل كده. بس فهي لما قالت لي كده بقى بدأنا بقى نتحسن، بدأت افهم نفسي اكتر وافهم انا محتاجه ايه، فعلا محتاجه ما اديش لود عليه. وبعدين ممكن نتخانق مثلا عشان انا دلوقتي عايزه اتكلم، انت بتردش عليا ليه؟ هو مش عايز يتكلم، انت مش مهتم بيا. وممكن اتكلم بس ما اتكلمش الكلام القدر اللي هي عايزاه. يعني اتكلم معاها الثيرابيست مثلا قالت لي حاجتين مثلا او موقفين. يرد على قد، او عايز يمسك التليفون. انا بالنسبه لي انت مش مركز معايا، انت ماسك التليفون، انت سايبني. هي بقى فهمتني ان كل واحد عنده جهاز استقبال وجهاز ارسال. انت لو جهاز الارسال بتاعك مش شغال دلوقتي، استقبال بتاعك مش شغال دلوقتي، انا ما ينفعش اكلمك، انت جهازك مش شغال. فانا مهما هكلمك هحس ان انت مقصره معايا فهزعل. فليه؟ لو انت جاهزه انك تسمعيني وتردي عليا اكلمك، مش جاهزه خلاص. دي حاجات بدات بقى افهمها في نفسي، بدات تحسن من علاقتنا. بس فانا اللي بدات يعني بالموضوع بجد، الموضوع فارق معايا جدا كتير. مش منتظمه قوي في رمضان من ساعه رمضان، بس الموضوع بصراحه فرق. انا كنت اسمع قبل كده ان الرجاله عندهم يعني نقطه كده في دماغهم بتاعه اللا شيء، ودي ما كنتش اعرفها بقى. لا هو حسام اللي هو لما يقعد هو قاعد عامل كده، هو فعلا هو مش لما يقعد على القهوه حسام مش عنده بيفكر في حاجه بجد، هو فاضي. حسام ما يقدرش يعيش من نقطه بيفضي اللا شيء دماغه. دي. بيفضي دماغه. انا بقى ببقى عايزه كلام واهتمام وكل حاجه. فده كان غلط. محتاجه احب نفسي اكتر، ادي نفسي وقت، اركز مع نفسي وشغلي، تنجح في حاجات هي بتعملها، اتمرن وانجح في تمرين واروح جيم، اشغل وقتي. ده اللي بقى اللي انا وصلت له، بعيدا عن التفكير في علاقتكم، لان عادة بقى بتفكري في مشاكلكم. بصي احنا قعدنا كام سنة مع بعض، يعني احنا بنحكي لك في الكلام ده من وانا في اولى جامعة. فالجامعة 4 سنين وبعد كده 3 سنين، يعني بقالنا كتير قوي. فطول الوقت ده حسام كان وبعدين الوقت اللي قبل ما نتجوز فيه حسام كان واخد مني الحيز بس. يعني انا قلت لك انا سبت الشغل بمجرد ما هو قال لي هننزل كتير. سبت الشغل، فانا نفضت لكل حاجه، كرست حياتي للعلاقه دي عشان العلاقه دي تنجح. كنت بدي كل وقتي لان انا افكر في ازاي العلاقه دي هتنجح. هو كان شايف حياته، شغله وصحابه، بيقضي وقته، وانا بس بفكر في ازاي العلاقه دي هتنجح. فده خلاني بعد كده ان انا مش قادره اعيش حياتي من غيره. يعني مش قادره استمتع باي حاجه لو حسام مش موجود. انا مفيش اي حاجه بتبسطني غير يعني حسام لازم موجود. الحاجه اللي هي بتحب تعملها معايا. عارفه لو انا مبسوطه مع اصحابي، اصحابي، ما بتحبهاش بقى مش مشكله. عارفه لو انا مبسوطه مع اصحابي لازم اكلمه، انا بعمل كذا، هو مش فاضي، ولا مجرد شيرنج كده. لا عايزه اقول له، عايزه ابعت له، عايزه اصور له، وعملت وصورت وجبت ووديت، كانش بيرد. وانا في الشغل اصلا هي بتتكلمني وانا اصلا بصور. فاهمه؟ لو فاضي بيرد عليا، بس برضه بيردش عليا الرد اللي حتى مش بيرد عليا باهتمام. حتى هو فاضي. هو لما نرجع بقى البيت هو مستني بقى لما نرجع بالليل نتكلم. لا انا ببقى عايزه في وقتها، عارفه انت الريبورت بقى. طب عايزه اعرف لما ده بيحصل وانت ما بتردش او انت بتحس بالتقصير مثلا؟ لا ما بيشغلش باله، بحس التقسيم لا ولا دي حاجه. مش تقسيم، مش حصلش حاجه. لا حسام ما بيشغلش باله خالص بالتفاصيل دي. يارا عيوطه؟ انت شفتي؟ لا انت عيطتي لما اتأثرتي بالنسبه لي دلوقتي، بس انت في العادي. بصي انا بساله، حسام هيقول ان انا عيوطه. ماشي، لكن انا هقولك انا مش عيوطه. طب سابيني اقول لها بالنسبه لحسام اجابته كذا، بالنسبه لي اجابتي كذا. قول لها انا عيوطه ولا انا شايف يارا العياط ممكن كده اول ما يتعدي جنبه يقوم واقف من دقيقة عظيم. دمه تقيل قوي. طيب الموضوع ده بقى موضوع انها بتعيط كتير، بس هو اصلا بيتكلم بيضحك. مش قلت لك ما بحبش الهزار؟ يارا وهي جايه تبات عندي النهارده بعد الحلقه تعالي يا لبختك عادي. موضوع ان هي بتعيط مثلا او بتتاثر بسرعه، بلاش نقول عيوطه وكلام، يعني انا بقول عيوطه دي بهزر، بس موضوع انها بتتاثر بسرعه ده بيسبب لك انت دي، ولا انت طبعا متعايش مع الموضوع؟ لا بيسبب له طبعا بيسبب له دي جدا. بتحس ان انت مش قادر تحتويها؟ بحس ان انا هو ما بيحاولش يحتويني. ايه يا حبيبي ده؟ اديله فرصه ثانيه، استني اتكلم ثانيه واحده يا يارا. اقوم انت خلصوا الحلقه وانت تكلموني. كم بحس اللي هو ما انا مضغوط بقى. انت لو نسيت اعمل حاجه الصبح تعيطي،
لو ما بلاش قصرت في حاجه بتعيط. تمثلوا. لا والله ده هي بتعيط في كل حاجه، فاهمه؟ طيب ده مش بيحسسك مثلا انه في جزء كده لازم نحتويه او يعني نحس الاول كنت بعمل كده بصراحه. في سنسور الاول كنت لما بحتويها لاني جدا. بعيط كتير ما بقاش يعني يحتويني، بسيبني اوكي اتفلق. علشان الموضوع مش زي بسيبها تتفلق ولا بسيبها تهدى. يعني ايه بسيبها تتفلق؟ انت المفروض تحتويني في انت وقتها. انت يا بتقول حبيبتي ما انا انا لو بسيبها تهدى، سبتني اللي هي سمعته بسيبها تتفلق. بالظبط. انا تحتويها لو هي مثلا بتعيط في اليوم مره، مش هقولك في الاسبوع مره، في اليوم مره. هي بتاعت فيلم كم مره يعني وانت قد كلامك ده. يعني شوية والله بتعيط كتير لا بعيط، كتير بصي بجد. بعيط كتير بس مش زي ما هو بيقول. بس خليني اوضح لك انا بعيط ليه. حسام مستحيل اتعصب عليه، انا شخص عصبي جدا وصوته عالي جدا وبيزعق، ما ينفعش اعمل كده مع حسام. فبيبقى جواه الكبت ده بيتحول. ليه ما ينفعش تعملي كده؟ لان دي ده برضه شيء، من دي من الred ضمن lines. الثوابت. اوكي او من الثوابت اللي بينا انك ما ينفعش تعلي صوتك وما ينفعش تزعقي. ده شيء مقبول مش مقبول. ولو طريقتك اتغيرت في الكلام والموضوع متبادل، وانا ما ينفعش امد ايدي، ما ما ينفعش اعمل ينفعش هو كذا، ما يغلط، ما ينفعش اعمل ينفعش كذا، ما يزعق لي، ينفعش نشتم بعض، يعني في ما ينفعش ليميت كده يمد ايده. ما بنجيش عليها. فهي بقى لما بتيجي نتكلم تبقى عايزه تتعصب عشان هي عصبيه، بتكتم بقى بتكبت، بيبقى عندي غضب، فبيطلع في ان انا بعيط. وده بصي ده انا كنت حاساه، بس الثيرابيست برضه قالت لي كده، قالت لي انت جواكي غضب، الغضب ده انت مش بتخرجيه فبتعيطي. طب قالت لك تخرجيه ازاي؟ قالت لي ان انا لازم احل المشاكل اللي ضايقتني زمان. يعني مثلا عندي مشكله ان انت عصبتني مره، لازم اطلع المشكله دي، اكتبها واتناقش معاها فيها، وهي تفهمني ان انت كنت المفروض تبقي متضايقه، تقنعني ان انا مش المفروض ابقى زعلانه، فاهمه؟ بتحلل لك الموضوع، فهتخرج لي الموضوع من جوايا، هبقى متصالحه معاه، تخليني اتصالح مع الموضوع اللي ضايقني. فبالتالي الغضب اللي عندي هيخرج. فهبقى شخص اهدى. طب انا عايزه اعرف ايه الصفه في حسام اللي انت لغايه دلوقتي برضو، يعني هو مش متقبل موضوع العياط الكتير، انت ايه الصفه اللي انت لغايه دلوقتي مش متقبلها فيه؟ لا ما خلي بالك انا مش هسيبك تقول لوحدك. لا عادي يعني. معلش بقى صاحبتي. اصل انا حاسس ان انا كل حاجتي ريزونبل يعني. لا لما بنتخانق حسام ممكن يزعق، بيتعصب، ممكن يزعق جامد. وانا بقول له انا قلت لك ان دي حاجه مش مقبوله، هو بيزعق بيبقى، بس انا ببقى خرجته عن شعوره يعني. بص مش هطلعك وحش والله تدريجيا لا بقى. مش هطلعيني وحش، ده بيحصل. لا تدريجيا بقى. يارا دلوقتي انت فعلا لسه بتحس ان هي ممكن تكون شبه اي حد من اكساتك في الخناق؟ والله كل حاجه الشيطان بقى بيدخل في بيخلي لا دي لحظه الشيطان. لا غير كده لا. في العادي احنا بنبقى كويسين قوي. يعني في العادي بجد الحمد لله بنبقى الحمد لله راضيين وكويسين، نحب بعض جدا وقلوب وفراشات. اول ما نتخانق بس اكيد لحظات شيطان الدنيا بتتقلب طبعا علينا. طيب عايز اسال بقى سؤال. عادة الناس أول ما بتتجوز بتأجل الخلفة شوية علشان يشوفوا كده الوضع هيكون عامل ازاي، هنستقر امتى، هنعمل ايه في حياتنا كده. بصي بس عشان عايزين نحكي السيتويشن بتاعت الجواز دي. احنا كتبنا انتوا فكرتوا اصلا في موضوع الخلفة ده اتطرح ولا ما اتطرحش؟ خليني اقول لك بس لما نتجوز احنا كتبنا الكتاب. ايوه لا انا قصدي يعني انتوا اتطرحتوه سوا، طرحتوا موضوع الخلفة أيوة ده سوا. ما لما نتجوز ان شاء الله هنخلف. خلينا افهمك عشان بكثرة الاقاويل في الموضوع ده انتوا هتخلفوا يا حسين. ايوه ما احنا لسه كثرة الاقاويل شايفه احنا كتبنا كتاب. كان المفروض 6 شهور ونتجوز. كنا هنسكن في بيت. البيت ده حصل فيه مشاكل والناس اللي اشترينا منهم البيت طلعوا مش كويسين. فسيبنا البيت ده، نصبوا علينا في المعادي. ضاعت فلوس او حاجه؟ لا ما ضاعتش. طب الحمد لله مامته جابت لنا حق. الحمد لله عشان بس ما خدناش الشقه. مش مشكله في ده. بعد كده اضطرينا ان بدل ما هنقعد 6 شهور ونتجوز نعمل فرح، فاحنا هنقعد فتره كبيره. فاحنا بقالنا سنه وشهرين ولسه هنقعد شويه تاني، لان البيت التاني اللي احنا خدناه لسه محتاج تجهيزات اعلى وتشطيبات بفلوس اكتر، والدنيا مش متظبطه خالص. عايز اقول لك اللي عامل اللي هو الارت دايركشن، اللي عامل الارت دايركتور اللي عامل المكان اللي احنا فيه ده هو اللي بيعمل لنا البيت، اللي عامل لنا الفيلا بتاعتنا. لا هيعمل ما شاء الله شغل وعمل البيت القديم اللي اتنصب علينا فيه. هو عمله. بعد كده اتنصب علينا فخدنا بيت تاني، فهنضطر نقعد وقت اطول لانه بيت اكبر واوسع، فهيحتاج مصاريف اكتر وتشطيبات اكتر. فاحنا ما اتجوزناش. فبعد كده خلاص انا زهقت وهو زهق، فانا كنت عايشه عند مامته في البيت. فلما عشنا مع بعض عند مامته، قعدنا فتره كده
ومنها ان انا اخد على البيت واتعود ده بقى انا واتعلم. بجيبها بقى. عندك فكره جمله عشت عند مامته دي في كام سؤال دلوقتي مش جه في عارفه دماغي، ازاي مش ما عارفه كتبتش احنا هناخد أسئلة 4 عن ساعات الموضوع ولا ده. 6 ساعات بقى ولا لا هي عاشت هنتكلم عند في ماما ايه؟ بس انا عشان عشت عنده في البيت. از ان هي زي ورك شوب كده بقى، تعلم عاداتنا وتقاليدنا أوكي. واكلنا انا ماليش في وشربنا. البيت، ماليش في واول ما التنظيف. دخلت عند حلو. ماما بصي ما بعرفش اعمل شاي لا بس ما شاء الله العلاقه طيبه، بس ممكن عشان اقول لك مامته على جميلة. حاجه، هي دي بس اهم حاجه. اقول لك على حاجه، هي اول ما دخلت عند ماما هم. هي بقى تخنت 10 كيلو. بس شكرا كده العلاقه حلوه. التانيين بيتخسوا مش بيتخانوا، لا يا يارا. وبعدين فاتعلم كنت يعني غرضنا ان احنا ان انا اتعود على طباع اهله، هم. وعلى ان انا اعرف اعمل حاجه في البيت. ما بعرفش اعمل بيض، ما بعرفش اعمل شاي، ما بعرفش اعمل مم. اي حاجه يعني، كتير قوي اعمل ازازه الميه ده اخري في أوكي. كل حاجه. اتعلمت ازاي انضف، ازاي اعمل اكل، الحاجات دي كلها اتعلمتها. ولحد ما نروح البيت، فالفتره طولت قوي. دلوقتي مم. احنا خدنا بيت كده صغير لحد ما مم. نروح بيتنا. بس انا نسيت السؤال الاساسي. الخلفه. بعد كده هي كانت عايزه تحكي الموقف. ايوه فاهمه. بعد كده. بعد فاحنا بقى دلوقتي خلاص بقينا في بيت عايشين فيه احنا لوحدنا. قلنا بقى هنخلف بس امتى؟ هنخلف بعد ما نروح بيتنا الاساسي. لما احنا دلوقتي نشوف حياتنا مش لما مستقره. اه انا مش طبعا هقدر اخلف دلوقتي في بيت نعمل الفرح عادي ونتجوز. وكده، انا بالنسبه لي بقى الفرح ده انا هعمله عشان هي عشان عايزه اعمل فرح. عايزه أوكي. تعمل فرح بقى. حسام بالنسبه له خلاص احنا وانتي في مرحله اتجوزنا. كتب الكتاب كان في دماغك ليفل تاني ولا كان هو ده بس؟ كان احنا الاثنين كان بالنسبه لنا هنعمل فرح، ده كان أيوة. بكتاب عادي. كان في فرح يعني. كنا هنعمل فرح. بس أوكي. هو فرح از ان هو ايفنت. انا بالنسبه لي فرح مجرد اشهار بقى كده هي لا احنا هو اوريدي عاملين إشهار. اشهار يعني، احنا آه. اوريدي عاملين اشهار ومن داي 1 وانا مجرد- قاعده. انت دماغك مجرد بارتي. دماغك لا ده لا بالنسبه لحسام. مجرد بارتي الفرح بارتي يعني. بالنسبه لحسام. انا بالنسبه لي فرح. انا عملت كاتب هي كتاب بالنسبه لها فرح. هي عايزه تعمل فرح، يعني فرح نعمل كل فرحي. حاجه اللي الفرح بيقول أيوة. عليها. هحضر فرحي. ايوه مش ايفنت عادي هو مش يعمله ايفنت بس بارتي عشان بس كده. الناس وكده. لا آه. وكده كده احنا في اشهار ان احنا اتجوزنا. احنا اهلي ايوه عارفين. ايوه وانا عايشه عند مامته والدنيا يعني انا عادي. قصدي بالاشهار البارتي نفسها الفرحه لا يعني. بصي الفرح ده حاجه كروكي، مش حاجه ملهاش علاقه بالجواز. أوكي. الجواز يعني هو احنا كاتب الكتاب ممكن نسكيب والاشهار. ونكمل حياتنا عادي. لكن بس انا هي عايزه اعمل يابا فرح. عايزه تعمل ده. اوكي كان عايزه في اعمل فرح. اوبشن ان انت تغيري رايك وتقولي لا مش مستحيل. فرح. لا طبعا. مستحيل. حاسه ان انا دخلت سكيتي، محتاجه أوكي. اعمل حاجه اكبر. سكيتي عايزة فاهمة؟ بقى. البلد كلها اتكلمت عن السكيت. حاسه ان انا دخلت سكيتي. والله ما جاوبنا على السؤال ولا جينا ناحيته خالص. أيوة. فاول ما هنروح بيتنا بقى الاساسي، آه. البيت بتاعنا اللي احنا بنجهزه فعلا بكل مم. حاجه احنا عايزينها، اول ما هنروح هنخلف. ان شاء الله يعني. إن شاء الله يعني. دي ربنا الخطة. يأذن. قصدي انه مفيش نية منكم للتأجيل مثلا. لا لا، احنا لا، عايزين إن شاء عادي الله. اول ما احنا نتجوز اجلنا، ما احنا هو نبتدي. يعتبر مأجلين بقى لنا أيوة. سنه. احنا كده مأجلين صح. بقى لنا اوكي سنه. طيب الفقرة اللي جاية دي انا هحتاج كل حد منكم يقوم وبعدين التاني انا عارفها هيفضل طبعا قاعد الفقرة. لوحده. لا ممكن تشرحها لي ولا؟ خليني اشرح لك لو سمحت. اسالك اسئله يا يارا. اساليني. انتي زبونتي النهارده. عارفه وانتي بقى النهارده بقيتي زبونتي. ربنا يستر. حاولي كده نفس هنهدى عشان اعيط. لو حسام لا قدر الله فقد الذاكره الصبح، ايه اول حاجه يعني هو كان نسيكي مش فاكرك، ايه اول حاجه هتفكريه بيها علشان يرجع لك تاني او تحسي ان هو بيرفرش كده ويرجع يفتكر يارا تاني؟ هفضل اوريله صورنا، هفضل احكي له عننا، هفضل احكي له عن الحاجات اللي احنا عشناها سوا عشان نبقى هنا. مش عارفه هيفتكرني ولا لا بصراحه، بس اتمنى ان هو يفتكرني، لان حسام اصلا في العادي بينسى. فتخيلي لما يبقى ناسي كل حاجه مش هيفتكرني. بس هبقى زعلانه قوي بصراحه، يعني حاسه انا بجد عملت مجهود كبير قوي عشان نعيش حياه كويسه. مش مستعد ان هو ينسى بصراحه. هتعرفي تتعايشي معاه وهو نسيكي؟ هفضل طول حياتي هفضل افكره، حتى لو بينسى ذاكرته كل 5 دقايق هفضل افكره برضو. فاهمه؟ اصلا ما بشوفش حد غير حسام، يعني مش هشوف حد غيره اصلا. بس طب حسام غير فيكي ايه؟ حسام بصي انا كنت شخص مش بي يعني عادي بخرج وبروحش الدروس، بروحش الجامعه، وبقعد مع صحابي، بقعد. بس حسام خلاني شخص عملي، خلاني شخص ناجح، خلاني شخص طموح، خلاني بفكر في مستقبلي، خلاني اعرف احوش، اعرف اجيب حاجات لنفسي، ابقى لا هو خلاني يعني في الناحيه العمليه هو خلاني من 1 ل100. لو حسام كان شخص عادي جدا، ولا هو انتيكا ولا هو ترند ولا هو اي حاجه،
انت هتحبي؟ مش فارق معايا اصلا ان هو انتيكا وان هو ترند. انا اصلا بقولوش انتيكا، وما بعتمدش اصلا حياته اللي على الانستجرام دي خالص، لان حياته على السوشيال ميديا غير حياته الحقيقيه خالص. بس انت حبيتيه في الاول من على السوشيال ميديا. انا كنت معجبه بيه كشخص، حد نفسي ابقى زيه، نفسي ابقى ناجحه زيه، فاهمه؟ حد بيصور صور حلوه قوي، لان انا بحب الصور، بحب التصوير. لكن هو لو شخص عادي، لا، انا اصلا بتعامل معاه على اساس ان هو شخص عادي، مش ان هو حاجه، فاهمه؟ بس ايه الصفة اللي لو اختفت من حسام انت هتزعلي جدا انها ما بقتش موجودة؟ لو هو ما بقاش حنين، لان حسام حنين قوي، ولو هو مش حنين حاجات كتير قوي هتبوظ، فاهمه؟ مش هقدر ابقى متصالحه بصراحه. بس حتى لو ايه برضو تمام، انا تمام معاه. اي حاجه هيبقى، اي صفه فيه انا هبقى تمام. بحبه حسام، مش بحب الصفات، مش بحب الحاجات، فاهمه؟ بس انت لو فقدتي الذاكرة وما بقيتيش فاكرة خالص، هو هيفضل يحبك؟ مش عارفه، مش واثقة. اتمنى يعني. انت قلبك ولا عقلك اللي بيحب حسام اكتر؟ قلبي ولا عقلي اللي بيحب حسام؟ حاسه قلبي وعقلي الاتنين بيحبوه، يعني انا بعمل لوجيك لعقلي، فاهمه؟ يعني انا بقنع عقلي بهو احنا هنعمل كده، فانا بحبه بالاتنين. بس امتى يارا هتكره حسام؟ مستحيل. امتى يارا هتكره حسام؟ مستحيل مستحيل. بصي، لو خني، اوكي، لو خني ممكن اعمل كده، بس هنتقم يعني. لو خني هنتقم من ناس كتير. منه ولا منها؟ من الاتنين، بس ممكن هفضل احبه، بس هنتقم، فاهمه؟ بس هو ان شاء الله مش هيعمل كده خالص. لو بعد عمر طويل فتحتوا الحلقة دي سوا وانتم متجوزين وحواليكوا ولادكوا واعيين وفاهمين ايه اللي بيتقال، ايه الحاجة اللي انتي هتحبي دلوقتي تقوليها لهم وسيبي لهم رسالة كده من مامي؟ عمري ما تخيلت ده، بس ممكن اقول ان انا بجد عشت حياة صعبة، والوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، في البيت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بنتفرج، ده ما جاش بالسهل خالص، لا البيت ولا الحياة ولا العلاقة اللي بيني انا وحسام، مفيش اي حاجة جت سهلة. فاحنا عملنا كل ده لغرض واحد بس، مش بس عشان بنحب بعض، ده عشان احنا عايزين يبقى عندنا بيت. وان انا عملت كده عشان خاطر اخليكم ما تعيشوش الحياة اللي انا عشتها، لا مع اهلي ولا مع اي حد. فانا مبسوطة قوي ان انتوا هنا، وان انا مع حسام لحد دلوقتي، و... والحمد لله، الحمد لله ان انا يعني عديت بكل ده عشان خاطر ابقى معاكم وفي البيت بتاعنا الكبير. بس ربنا يخلي حبك يا بجد والله، ربنا يعني ربنا يخلي لك قلبك زي ما هو ما يتغيرش ابدا يا رب. حسام، لو يارا لا قدر الله فقدت الذاكرة بكرة الصبح، ايه الحاجة اللي انت هتفضل توريها لها او تفرجها عليها تفكركوا بعلاقتكوا سوا وتفكرها بيك؟ انا عندي سؤال تاني يا حسام، هي يارا هتنساك اصلا؟ يارا مش عارف بضحك ليه. مش هتنساك، بس يارا ما شاء الله مش بتنسى، ما شاء الله. والحاجات اللي احنا فيها سوا ما بتنساهاش خالص يعني. ولو نسيتها هتفكرها ازاي؟ لو نسيت افكر يارا ازاي، فكرها باللي احنا كنا قايلين، اللي احنا احلامنا هنحققها سوا، وبيتنا هنعمله سوا، وهنستقر وهنبقى احسن. يعني دايما قاعد افكرها باللي جاي، عشان انا حاسس اللي فات ما كانش حلو. حاسس كل اللي فات كان مشاكل وصعب، وكان عندها مشاكل مع اهلها ومع باباها، كان في مشاكل كتير قوي، وانا كان عندي مشاكل في الناس اللي كانت معايا زمان. انا اسف. فانا كان في مشاكل في مع طليقتي ومع
الناس التانية. فحاسس ان احنا كل ده بنحاول ننضج اكتر ونبقى فاهمين اكتر. فهحاول دايما افكرها باللي جاي، اقول لها انتي فاكرة اللي احنا كنا عايزين نوصل لكده ونركب كده ونعيش كده ونروح في الحتة دي. فحاسس لها عايز اعمل كده، يعني اقول لهم كده. لو يارا للأسف ما استجابتش لأي حاجة من دي ورفضت تماما، عقلها رفض يفتكرك، هتكمل معاها؟ هكمل معاها طبعا، بس هي هتكمل معايا على اساس ايه؟ مم. بس انا هكمل معاها، حاول بقى ابني حاجات من جديدة أول بقى، وجديد. ميموريز جديد. مم. ده بصراحة مش يعني، لما دايما بحس احنا اتخانقنا او هي مثلا حاجة غلط كبيرة قوي في علاقات كده بتبقي داخلها اللي هو ما بتصدقي الشخص اللي قدامك ايه جت من عنده، تيجي بالظبط. جت من عنده. لا انا بالظبط. حتى لو دي جت من عندها انا هتستحمل. هبوش عندي وهعمل حاجات كتير قوي عشان يعني نوصل اللي احنا نبقى مع بعض تاني بصراحة. يارا غيرت فيك ايه؟ آه... يارا غيرت فيها كتير بصراحة، خلتني شخص ناضج، خلتني اهدى وبتقي ربنا اكتر بصراحة يعني. خلتني هي اللي خلتك ناضج ولا التجربة اللي قبل كده هي اللي خلتك ناضج؟ لا هي، لان انا مش عايز اخسر بقى الشخص ده. مم. فكل تفكيري دلوقتي اللي انا بحاول احمي علاقتنا، مم. ما اجيش جنب الحاجات اللي بتبوظ العلاقة، اقرب من ربنا اكتر، احافظ عليها اكتر. الاستقرار، عايز استقر. فحاسس غيرت فيها كتير للأحسن بصراحة. اتعلمت من تجاربك السابقة حاجة مش هتعملها مع يارا؟ اه ايه؟ اللي انا كنت بعمل حاجة رخمة قوي، كنت بفكر بسطحية جدا. مم. يعني كنت يعني حتى في بدايتي مع يارا لما كنا الأول يعني قريبين كده شوية، فترة الاستعراض دي كنت دايما بجدج على حاجة. أمي دايما تقول لي أنت إزاي بتفكر كده، إزاي التفاهة دي. أنا كنت بفكر اللي هي مثلا إيه ده، دي بتسمع بابلو زي، إيه ده، دي بتروح حفلات معايا، هي دي اللي أنا عايزها. اوكي. تفكير فهمتي؟ مراهق شوية. أوي. اه. إيه ده، دي بتلبس نفس لبس، دي عاملة شعرها بوي كات، ده أنا مش عارف. فاهمة موضوع الستايل ده انت اتشهرت بيه شوية، انه الحاجات دي؟ انتيكا بيحب بنات نفس الستايل كله، بالعكس قصين والله. شعرهم قوي كده لا انا في ناس ارتبطت بيها ما حدش عارفها، كان شكلهم كده اصلا، اوكي. بس هما بس سبحان الله حظك بقى اللي اللي ظهروا ظهروا كانوا كده. كلهم نفس الشكل. ويا اول ما اتعرفت عليها وكنت معجب كانت بيها، بويكوت. لا ما كانتش بويكوت. لما قصته. كانت معجب بيها، اه. لما كنت معجب بيها ما كانتش بويكوت، مهم. كان شعرها طويل عادي. مم. ف انا بتكلم اللي انا الاول كنت بحكم على حاجات مش سطحية. هتخلي البيت يمشي اصلا. اه. فاهمة؟ مش هتفيد العلاقة بحاجة. خالص، هي بس هتفيدها مؤقتا اه. دلوقتي، احنا بنبسط، لكن انا في الاخر ماما بتقول لي يا ابني دي مش هتعمل لك اكل، مم. يا ابني دي ما بتعملش اكل، دي ما بتنضفش. مم. لو في حد، هي ماما بقى بتبص جوه بقى، يا ابني ده ما بيعملوش، يا ابني ما تاخدش بنات اليومين دول. امي بقى عايزه تجيب حد من العيله تبع مش عارف ايه، حد بقى عارفه، هي عارفاه. حد قريب قوي يعني من المينتاليتي بتاعت ماما. مم. انا دايما بقول لا يا ماما، احنا في 2020 الناس ما بتختارش كده، والحاجات دي يعني نتعلمها. اهم حاجه اللي انا ما ازهقش مم. وهي ما تزهقش، ونقعد نسافر مع بعض ونخرج مع بعض. فاهمه؟ دي الحاجه اللي انا اتعلمتها واللي انا مش هعملها، وما عملتهاش مع يارا الا في الاول. الحمد لله. فاهمه؟ بس ايه تاني؟ لو ماما جت بكرة بعد ما بقى في ارتباط بين يارا وحسام،
تعال نقول مثلا بعد الفرح، بعد ما اتجوزنا خلاص وبقينا في بيت واحد، و انا مش يعني انت مش ابني لو فضلت مع يعني اختار ماما طبعا بدون اي تفكير، لان ماما كل الحاجات اللي انا عملتها في حياتي وطلعت غلط ماما كانتش عايزاها. وماما اكتر حد هي بتحبني، عارفه مصلحتي، خايفه عليا، مش عايزه مني حاجه. فلما بتيجي تقول حاجه مش هيبقى في نقاش، مش هيبقى فيه نقاش. حتى دلوقتي، حتى في اي حاجه، ده في شغلي اللي انا اكتر واحد ادرى واحد بيه، حتى في اي حاجه، حتى مع صحابي. انا بشوف اللي ماما ربنا يديها الصحه شخص حكيم جدا 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 وعادل جدا جدا جدا. عشان كده هي يارا مبسوطه بيها وبتحبها، عشان ماما في صفها وفي صف الحق دايما وفي صف العدل. فلما ماما هتقول كده هيبقى في حاجة ماما يعني واخدة القرار على أساسها. أمي مش شخص ظالم خالص، فاهمة؟ فأنا بقول كده بناء على ده. أنا لو مثلا حاسس لماما 1% بس مش عارفة تاخد قرار، أو مثلا بتفكر غلط أو حاجة، ساعتها ممكن أتناقش معاها. لكن أنا متأكد في ال1,000,000% اللي ماما عارفة كويس قوي مصلحتي فين، وعارفة الصح والغلط، وهي شخص حاكم وعادل جدا. قلبك اللي حب يارا ولا عقلك، ولا كان ميكس؟ بس هو اكيد كان في حاجة غالبة اكتر، كان حب بالقلب ولا بالعقل؟ السؤال ده صعب والله. حاسس ايه؟ فكرت قبل ما تحبها؟ كتير قوي. عقلي طبعا، لاني انا ارتبطت بيارا سنة وسيبنا بعض. بعد كده اتخطبت وفركشت وقعدت سنة كمان. وبعد كده بدأت بقى ايه بعد الخطوبة اللي هي تاني الخطوبة دي، قعدت بقى مسكت كده، قلت انا همسك العقل. واي حاجة جاية مش هركن مشاعري بقى، اشوف بقى الشخص المناسب لي اللي هيفت ان مع كل حاجة في حياتي، واللي امي هتقول عليه. خلاص بقى. عارفة كل ما كنت هاجي اقول لماما ماما اقسم بالله ده حد تاني خالص، فاهمة؟ كل مرة اقعد اقنعها ماما دي بقى والله غير كل البنات والله يا التانية. ماما. نقعد تقول لي لا لا لا، في الاخر ده اللي بيحصل. فاهمة؟ انا مش بقول يعني في علاقاتي اللي فاتت انا يعني هم غلطانين ولا انا غلطان. الموضوع ما توفقناش، بس امي كانت دايما بتشوف اللي هو ده مش مناسب ليك يا ابني، انت بتختار كده ليه؟ ممكن يكون هو شخص كويس وانت شخص كويس، وانا اللي مش بفت ان معاه هو. لا ممكن تكونوا انتوا الاتنين اشخاص كويسة، بس انتوا في فاهم. الاخر بس كيميتكم انا مش زي بعض، بتكلم اللي ماما فاهمه كويس ليها قوي. وجهة نظر قوية يعني فاهمه. عن فهم. فلما جيت اول حاجه قلتها ماما بصي شوفي وتعاملي وخدي القرار وقولي لي، انا مش هتناقش معاكي. فاهمه؟ وبعدين تقى اختي كانت بتشوف يارا، ما هم احنا ارض اللواء وولاد داكور دي احنا قريبين من بعض. ويارا كانت بتاخد دروس في مكان، فتقى كانت بتاخد نفس الدروس. تقى اختي الصغيره فرق ما بينهم قد ايه؟ متهيألي قد بعض. قد بعض. فيارا اصلا زي ما قلت لك اللي بيشوفها بيبقى عارف اللي هي قرفانه، مكشرة شوية، اتيتيود كده وملامحها حاده، جد، فتحس لها شرب كده، تحس هي ايه شرانيه كده. فاصلا تو كانت واخده امبريشن على يارا اصلا مش حلو. فاحنا يعني يارا بقى بصراحه يعني خدت مجهود كبير قوي 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 عشان ماما تقتنع اللي هي شخص كويس، اللي هي شخص مختلف، اللي هي شخص عايز يفتح بيت. فاهمة؟
هي شخص كويس ومختلف فعلا. ربنا يخليها لي يا رب. امتى حسام يكره يارا؟ لا ان شاء الله مش هيحصل خالص. امتى؟ ان شاء الله مش هيحصل. لو ايه اللي حصل؟ لا ما فيش خالص. انا متأكد من ده 1,000,000%. ومتأكد اللي جاي ان شاء الله هي حاجات غصب عننا. فاهمة؟ يعني دايما بقول لها يا لما نيجي نتخانق تبقى حاجات بره ايدينا، حاجات الظروف حطتنا فيها. لكن مثلا انت ما تبقيش قايله لي على حاجه لا وانا اعملها، ده كده انا مش بقدرك صح. فاهمه؟ والعكس ما ينفعش هي تقول لي على حاجه وانا اتفق اللي هي خلاص مش هنعملها واعملها. فلا ان شاء الله. امتى يارا ممكن تكره حسام من وجهة نظرك؟ يعني هي اتسألت السؤال ده على فكره. يارا شخص متهور، فعادي ممكن اعمل اي حاجه يا تقهرني مؤقتا. بس لا بنتكلم عن الكره ان هي خلاص مش على طول مش هتكمل. لو خنتها اكيد. برافو. يعني ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده لو ما قتلتنيش يعني لو ما قتلتنيش وقتلت اللي انا كنتها معاها هي وقتلت فعلا قالت انها جنب هتنتقم. اللي قاعده جنب اللي خانتها. هي قالت انها هتنتقم فعلا. ايوه يارا لا لا ما احنا صعبه كلنا متاكدين انها هتنتقم. اقسم بالله ريفنج ليفل الوحش. عارفه اللي انت لما تطبطي حد تقولي ده جاب لي رجاله وبعت لي ناس يبقى تمام كده. بعد عمر طويل ان شاء الله لما يبقى معاكم الحلقه دي ويبقى معاكم اولادكم في سن وعي وفاهمين ايه اللي بيتقال، حابب توجه لهم رساله او تقول لهم كلمه هتبقى ايه؟ بابي حسام بقى. مش عارف خالص. اصل انا اقول لهم انا بجد عملت كل حاجه عشان ابقى شخص كويس وعشان البيت ده يتفتح وانتوا تيجوا، ودايما بحاول ان انتوا تبقوا اهدى مني واحسن مني واجمل مني بس مش عارف. بتكسف لما اشوف كاميرا والمفروض انا اتوجه كلامي ليها بتوتر خالص. ممكن اقول لك ده اوف كاميرا بس مش عارف. حاسس ان انا عايز اقول لهم بس اللي انا بجد بذلت كل حاجه في حياتي عشان ابني البيت ده، وعشان ابقى مع يارا، وعشان تطلعوا يعني في بيئه احسن يعني من اللي احنا عشناها، يعني تعيشوا عيشه احسن يعني. واللي انا هفضل احبكم يعني. انا حاسس ان انا ان شاء الله تيجي بنت الاول ان شاء الله. هي اسمها ايه؟ سميها ايه؟ يارا كانت عايزه تسمي حاجه. لا خلاص بعدين. انا مش فاكر. مش هتفتكر. انا كنت عايز اسمي بحر. اوكي. بس بحر ولد ولا بنت؟ اللي يجي. اوكي. بس اول ما قلت كده يعني كتبت كده في كذا مره لقيت كل الناس مسميها بحر. لقيت الاسم فعلا؟ لقيت ناس كتير سمت بحر. اوكي. فاهمة؟ ده انا بحسب لقيت انتقاد. لا خالص. بحر كنت عايز اسمي بحر ودهب. واو نايس. بس يا رب ان شاء الله ربنا يرزقك ببحر وذهب ان شاء الله وياقوت. كل اللي ياقوت دي بنت اختي. ياقوت ده الاسم ده خطير. ما شاء الله سمعت الاسم ده جميل جدا. ان شاء الله ربنا يخليكم لبعض يا رب. دي كانت اخر حلقه من السيزون الاولاني لبودكاست المتزوجون. انا مبسوطه جدا ان انا كنت بقدم الحلقه دي مع يارا وحسام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ده بودكاست المتزوجون وانا سيرة يوسف.